السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو ده عبارة عن تجميع لكل الأجزاء اللي نزلت قبل كده. شفت ناس كتير بتعمل الفكرة دي، فقلت ليه ما أعملهاش أنا كمان، عشان أي حد جديد يقدر يتابع القصة من البداية غير ما يدور على كل جزء لوحده. وبس كده يا صديقي، تنسوش تصلوا على النبي ولو جاهزين يلا بينا نبلش الحماس. عايزك تتخيل لو كل مرة بتموت ترجع تتولد من أول وجديد، مش مرة ولا اثنين، لا مئات وآلاف المرات، في كل مرة في عالم مختلف وبهوية جديدة وحياة جديدة. مع الوقت هتفتكر كل حاجة وهتبقى أقوى من أي حد. قصة النهاردة مختلفة تماما، بطلنا عاش أكثر من 1000 حياة، بقى فارس وساموراي وطالب وحارب وحوش وتنانين وشاف عصور وعوالم مختلفة. لكن المرة دي سحلق نفسه رضيع وابن عيلة إمبراطورية بعد ما كان داخل في معركة طاحنة مع الوحوش. كان واقف في معركة ضد خصم مرعب هات عنك لحد ما تموت، لكن المشكلة انه لما بيتعصب يفقد اعصابه تماما، فضل ينهال على الوحوش بالضرب، وكان الضرب بايده ممتع اكثر من اي شيء. بعدها مسك سيفه المزخرف براس الثعبان ولوح بايده وهو مغطيه بالسحر، وضربه واحده كانت كافيه تنهي كل حاجه. بس استنى، المفروض انه انتصر صح. ففجاه فتح عينه ولقى ست جميله جدا نايمه قدامه، وقف مذهول وقال في نفسه استنى، هي دي مين؟ معقوله كان عندي معجبه للدرجه دي؟ قبل ما يستوعب اي حاجه قربت منه بابتسامه هاديه، ادتها بوسه صباح خفيف. افتكر انه اكيد كسب الجائزه الكبرى، حتى انه فكر يقرب ويبوسها هو كمان، لكن في اللحظة اللي يحاول فيها اكتشف الحقيقة الصادمة، هو رضيع. وفجأة انفجر في العياط وما افتكرت انه جوعان، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. الرجل كان بيعيط لانه اتولد تاني، بطلنا اصلا مات في حياته اللي فاتت ومش عارف حتى ازاي حصل ده، لكن عنده قدرة غريبة جدا، كل ما يموت بيتولد من جديد مرة ورا مرة بلا نهاية. والاغرب من كده دي مش اول مرة، دي كانت حياته رقم 1001. هنا بدأت ذكرياته كلها ترجع مرة واحدة. يفتكر حياته كطالب وحياته كفارس وحياة كان فيها ساموراي. أما أول حياة عاشها أصلا فكانت في كوريا، وقتها كان مجرد شاب عادي، حياته كلها مقابلات شغل وفشل وضغط مستمر، لحد ما انتهى فجأة في حادثة عربية. ومن يومها بدأت سلسلة الولادات الجديدة اللي ما خلصتش أبدا، كل مرة يلاقي نفسه في عالم مختلف وزمن مختلف، لكن السيناريو بيتكرر، يموت وبعدين يبدأ من الصفر. في أول كان الموضوع غريب، لكن بعد مئات المرات بقى بالنسبة لي حاجة عادية جدا. وأثناء ما كان بيشرب اللبن بدأ يفكر أنا وصلت لأنهي عالم المرة دي؟ من الشكل المكان واضح أنه في عالم يشبه العصور الوسطى، أكيد مش راجع للأرض، وغالبا دي ولادة جديدة في عالم تاني. بس بصراحة هو ما كانش زعلان، بالعكس كان بيحب العوالم دي لأنها غالبا بتكون أريح من حياتها الأولى. والمرة دي شكلها ضرب معاه الحد كمان، كل حاجة حواليه فخمة والخدم في كل مكان، وده معناه إنه اتولد وسط عيلة نبيلة. في البداية ما كانش فاهم اللغة، لكن زي كل مرة بدأ يتعود عليها بسرعة. والأهم من كل ده أن والدته كان بتحبه بسر، من كثر عدد الحيوات اللي عاشها بقى يقدر يفرق بسهولة بين الأم اللي بترعاه من قلبها واللي بتعمل ده لمجرد الواجب. لأنه للأسف مش كل حياتها كانت سعيدة، في مرات يتساب أول ما اتولد، وفي مرات يضطر يشتغل من هو وصغير عشان يعيش. لكن المرة دي كان عنده إحساس أن الحياة دي هتكون مختلفة تماما. وفجأة سمع واحد من الخادمات هي بتقول الأمير الصغير محتاج والدته، وفي اللحظة دي عرف الحقيقة، هو اتولد كأمير. لكن المفاجأة الحقيقية كانت لسه مستخبية، والمفاجأة هي أن السيدة ليفانا كانت مجرد خادمة هي كمان، وهي محظية للملك، فكانت تساعد إذا الناس يعترفون أن هذا الطفل أمير. وطالبت من الخادمة تحدثها بس يعد ما يكونوا وحدين، لأنها كانت خادمة معها في الماضي وكانت حزينة على ابنها لأنه بعيد كل البعد عن الحياة المجيدة، وذلك لأنه فيه دم متواضع لأمه، ولذلك لا يتم الاعتراف به على أنه أمير، وهو بعيد كل البعد عن العرش. سيدة بطلنا كانت بصلة بعين كلها حزن، وفضلت تعتذر منه وكأنه فاهم كل كلمة بتحصل. لكن الصغير عمل حاجة خلتها تتجمد مكانها، رفع ايدها الصغيرة ومسح دموعها، وفي اللحظة دي صدمت، حست أن ابنها كأنه فهم كل اللي كانت بتقوله. أما هو كان شايف قد إيه هي تعبانة، فحب يطمنها بطريقة بسيطة. وبصراحة هو أصلا ما كانش فارق مع العرش، كان بيقول في نفسه وأنا ناقصني وجع دماغ، كونها أمير لوحدها نعمة كبيرة، لا مسؤولية الحكم ولا صراعات على الكرسي، ويقدر يعيش حياته براحة بعيدا عن البلاء اللي كل همهم المؤامرة. وده بالنسبة لي أحسن سيناريو ممكن. وأخذها بدأت حياتها الجديدة، الحياة رقم 1001، وكان شايفاها كأنها هدية جديدة من القدر. مرت الأيام وبطلنا بدأ يتعود على حياة الأمير، الأكل الفاخر والخدم في كل مكان وكل طلباته متنفذة، وكان متخيل مستقبله عبارة عن رحلات صيد وفسحة وراحة البال. لكن الواقع كان مختلف شوية، لأن معظم الوقت كان نايم في السرير وبيطلع أصوات الأطفال المعتادة، يعني كل الأحلام دي مؤجلة شوية لحد ما يبطل يلبس حفاضات. أما والدته فرغم أنها كانت بتحاول تبان مبسوطة إلا أن الحزن ما كانش بيفارقها، كان نفسها تقدر تحميه من المصير اللي مستني. لكن كلماتها خلت بطلنا يفكر في حاجة مهمة، الضعيف ما حدش يحترمه، وده مبدأ هو عاش بنفس حيوات كثيرة، اللي ما عندوش قوة ما حدش هيدافع عنه وما حدش هيمنع الناس من استغلاله أو التخلص منه. لكن بالنسبة له الموضوع كان بسيط، هو عاش عشرات الحيوات كمحارب ومش ناوي يضيع
الخبرة دي أبدا. بعد حوالي 3 شهور كانت والدتها بتصحي كالعادة، ولاحظت أن لون شعرها بقى أجمل بشكل غريب. وفي نفس الوقت دخلت إحدى الخادمات وقالت أن العربة وصلت. اضطرت الأم تودعه وباست على جبينه وهي بتقول أنها ترجع قريبا. أول ما خرجوا من الأوضة بطلنا ابتسم وقال وأخيرا بقى لي وحده. وكانت دي اللحظة بالضبط اللي مستنيها، لأن مستقبل حياته كلها يبدأ من هنا. بس استنى، اللي جاي أغرب بكتير. قرر يختبر حاجة كان بيفكر فيها من أول ما اتولد. هدم العائلة الإمبراطورية في قوة موروثة، ولو فعلا موجودة يبقى لازم يبدأ يتدرب من دلوقتي. قفل عينه وركز بكل طاقته. هو مؤمن أن العالم ده بيحكمه الأقوى، ولما تبقى الأقوى ما حد يقدر يقف في وشك. ولأنه عاش مئات الحيوات كان عنده ميزة ما حدش غيره يملكها. حتى وهو طفل رضيع قدر يبدأ يجمع الطاقة الداخلية، وده أكد له أن نظام القوة في العالم ده حقيقي. يفتكر التقنيات اللي تعلمها في حياته الثلاثي وقرر يطبقها من جديد، بل وحتى جمع بينها وبين مهارات اكتسبها في حيوات الثانية. الميزة هنا أنا ما حدش يتخيل أصلا أن الرضيع في السن ده بيتدرب، يعني يقدر يتمرن في السر من غير ما يلفت انتباه أي حد. ولو فضل مستمر بشكل ده بحلول سن ال10 سنين قوته الداخلية تكون ضعفت بشكل مرعب، ولما يوصل لل20 هيبقى خصم صعب جدا يتغلب عليه. بدأ يسرع تدفق الطاقة في جسمه كله ويجمعها في نقطة واحدة، وفعلا بدأ يحس بالطاقة وهي بتتحرك. لكن فجأة صداع رهيب ضربه، فاضطر يفرغ الطاقة كلها مرة واحدة. كان عنده مشكلة ثانية، أي لمسة من حد كانت كفيلة تبوظ كل حاجة. ففضل يدعي أن مربيته ما تقربش منه، ولحسن حظه المربية افتكرت أنه شايف كابوس وسابته وخرجت. أول ما الباب اتقفل بدأ يجمع الطاقة من جديد، لكن المرة دي جسمه كله سخن والحمى بدأت تزيد بشكل مخيف. أي طفل طبيعي كان هيستسلم، لكن هو رفض. كان مقتنع أنه يختار الموت على أن يعيش ضعيف من جديد. عشان كده ضغط على نفسه أكثر وجمع أكبر قدر ممكن من الطاقة. وفجأة أطلق صرخة عالية هزت المكان كله. الخادمة سمعته من برا وجريت ناحية الأوضة وهي مرعوبة، معتقدة أن الأمير الصغير حصل له مكروه. ولما دخلت لقتها غارقا في العرق بشكل غير طبيعي، وافتكرت أنه نايم وتعبان. بس حضرت له حمام بالأعشاب وبدأت تهتم به لحد ما حالته تحسنت. أما بطلنا فأول ما حس أن جسمه رجع طبيعي كان فرحان بشكل ما يقدرش يوصف. باستخدام تقنية تركيز المانا بقى يقدر يجمع الطاقة تلقائيا داخل جسمه ومن غير ما يبذل أي مجهود، حتى وهو بياكل أو نايم طاقته كانت بتزيد لوحدها. وده كان بالنسبة لي كنز حقيقي. فضل يبتسم وهو بيتخيل المستقبل، لأنه حسب حساباته بعد 3 سنين بقى هيكون جمع طاقة تضاهي أغلب البالغين. ولو فضل مستمر لحد سن ال10 سنين فهو مش متخيل أصلا هيبقى وصل لإيه، بل كان واثق أن ما حد في العالم ده هيقدر يقف قدامه. بس استنى، اللي جاي أغرب بكتير. مرت 5 شهور على ولادته، وغير الفترة دي قدراته البدنية كانت بتتطور بسرعة بفضل امتصاص المعاناة المستمرة. طاقته الداخلية كانت بتكبر أسرع من أي طفل طبيعي، ورغم أنه لسه بيزحف على الأرض إلا أنه عمره ما وقف تدريب. كل يوم كل دقيقة كان يشتغل عشان يبقى أقوى أكتر. وفي يوم وهو مركز مع نفسه حس فجأة أنه ارتفع على السجادة، لكن حقيقة أن والدته هي اللي شالته وجابت له لعبة صغيرة، وكنت متحمسة تشوف رد فعله. فضل بص للعبة باستغراب، واضح أنه آخر حاجة كان متوقعها. لما لاحظ أن والدته كانت مستنيه يفرح بدأ يلعب بيها على طول. من برا كان طفل مسعود، أما من جوا فكان محرج جدا. بيقول لنفسه أنا عشت أكثر من 1000 حياة، الآخر أقعد ألعب بلعبة أطفال. لكن لما شاف الضحك على وش والدته والخادمة قرر يكمل الدور، لأن الفترة دي مهما كانت غريبة مش هتتكرر. والحقيقة أنه كان مبسوط بحبهم ليه. وفجأة وجهها تغير، والدته استغربت وما فهمتش هو عايز إيه، أما هو كان عايز حاجة واحدة بس، الأكل. بدأ يعيط بكل قوته ويحاول يوصل رسالة، وفعلا والدته فهمت بسرعة وجابت له حليب. وأثناء ما كان بيشرب سمع الخادمات بيتكلموا في موضوع خطير. الوضع المالي للقصر بقى سيء جدا، رغم أن الأمير محتاج رعاية وأكل كويس، إلا أن الفلوس بقت. بطلنا تصدم. في الأول افتكرهم يبالغوا، لكن لما سمع والدته عرف أن الموضوع حقيقي. قالت بهدوء أنها حتى لو ماتت المهم أن الباقين يعيشوا. الكلام ده وقع عليه كالصاعقة، وأنه بدأ يفهم الحقيقة. والدته مجرد محظية ملهاش نفوذ ولا حد بيسمع كلامها، وحتى أنها أنجبت الأمير ده ما غيرش مكانتها، بل حتى الأمير نفسه ملوش أي سلطة. ولو استمر الوضع بالشكل ده ممكن يحصل لهم مكروه فعلا. بطلنا ما كانش مصدق، كان فاكر أنه مجرد كونه أمير كفاية تخليه يعيش بأمان، لكن الواقع كان أقصى بكتير. عرف كمان أن والدته كانت كل شوية تخرج بالعربية عشان تحاول تقابل الإمبراطور، لكن في كل مرة كانت بترجع من غير ما تشوفه. ولما استوعب بالصورة الكاملة الغضب بدأ يغلي جواه. إزاي يسيب ابنه تعاني بالشكل ده حتى لو ما كانش بيحبها؟ أقل حاجة يوفر لها ولابنها حياة كريمة، لكن بدل ده كان بتتعرض لضغط وإهانات من النبلاء كل يوم وما فيش حد بيدافع عنها. بطلنا ما قدرش يستحمل ففجر في العياط. الخادمة افتكرت أنه جوعان وسلمتها لوالدته، أما هو فكان نفسه يعمل أي حاجة يساعد بيها رغم أنه لسه رضيع. كان متأكد أنه لازم يلاقي حل. بعد ما عرف أن المشكلة الأساسية هي الفلوس بدأ يفكر في أي طريقة يقدر يساعد بها والدته. كل اللي كان مطلوب منهم أنهم يعدوا الشتاء، لكن المشكلة أن مع البرد ظهرت مصاريف جديدة وأهمها التدفئة، يعني لو فلوس خلصت هيبقى الشتاء ده كارثة عليهم. فضل يفكر أنا أقدر أعمل إيه وأنا لسه رضيع. وفجأة لمعت في دماغه فكرة مجنونة. يفتكر أن الفحم والألماس في النهاية مكونون من نفس العنصر وهو الكربون، ولو الأحجار كريمة في العالم ده لها نفس قيمتها
هو يقدر يصنع واحد بنفسه. لكن أول مشكلة قابلته أنه أصلا مش قادر ينزل على السرير، رجليه قصيرة جدا. لكن بعد لحظة ابتسم لأنه افتكر أنه بقى يقدر يستخدم المانا، وبفضلها قادر يتحرك ويوصل للمكان اللي عايزه. بس استنى، المغامرة الحقيقية بدأت دلوقتي. بس ناحية المدفأة كان فيها كمية كبيرة من الفحم، ومد إيده وهو مركز بكل طاقته بدأ يرفع الحرارة ويضغط الفحم ويخلق الظروف اللي تخليه يتحول إلى ألماس. وكل ده وهو بيسهل كل نقطة مانا عنده. كان عارف أنه ممكن ينهار بعدها، لكن بالنسبة له كل ده كان يستحق، لأنه كان عايز حاجة واحدة بس، يشوف والدته مبتسمة. فضل يدفع نفسه لأقصى حد لحد ما جسمه كله بقى على آخره. وفجأة نجحت العملية. قدامه كانت ماسة كبيرة لامعة بشكل مبهر. أول ما شافها ابتسم من قلبه، لكن لسه في مشكلة، ازاي يوصلها لوالدته من غير ما حد يعرف الحقيقة. فكر شوية وبعدين خبى الماسة في بقه وقال في نفسه الصبح يحلها ربنا. ثاني يوم دخلت المربية الأوضة، وأول حاجة لاحظتها أن الأمير صغير مرمي على الأرض. اتصدمت، أثري كان عالي جدا، ازاي الطفل في سنه نزل لوحده؟ شالته بسرعة وهي مرعوبة، ولاحظت كمان أن هدومه كلها تراب وسخام، وافتكرت أن السبب أن القصر بقى مهمل من قلة الإمكانيات. أما بطلنا فما كانش فارق معه أي حاجة، كل اللي كان بيفكر فيه أن والدته تبقى بخير. وفجأة المربية لاحظت أنه ماسك حاجة في بقه، قلقت جدا وقالت يا نهار أبيض، هو بعلها حاجة. ولما فتح البقعة جمدت مكانها كانت الماسة حقيقية فعلا. فضلت تبص لها مش مصدقة، ازاي طفل رضيع لقى حاجة بالثمن ده، ومنين اصلا لقاها؟ لكنها ما كانش مهتمة تعرف الإجابة. كل اللي شافته ان دي فرصة تنقذهم. حضنتها بقوة وهي بتضحك وقالت انه اذكى طفل شافتها في حياتها. وبعد فترة قصيرة كل حاجة تغيرت. عربيات المؤن بدأت تدخل القصر واحدة ورا الثانية، حطب لتدفئة واكل يكفي الجميع وكل الاحتياجات اللي كانوا محرومين منها. اما الألماسة فتباعت بأعلى سعر ممكن، وكان ثمنها كافي يغطي مصاريف القصر لمدة 5 سنين كاملة. طبعا بعد ما لقوا الألماس عند إيريل بدأوا يتساءلوا، هو الألماس ده جا منين؟ يمكن يكون بتاع حد. لكن بعد ما فتشوا المكان اكتشفوا أن ما فيش أي تفسير. القصر ده موجود من حوالي 100 سنة وما حد شاف حاجة زي دي قبل كده. وفي النهاية الجميع اقتنع أنها هدية من السماء، وربنا بعتها للأمير الصغير. أما أمه فصدقت الكلام ده من قلبها، وبقت شايفة أن ربنا استجاب لدعواتها. وبطلنا كان يبص لها ويفكر استني بس لما أكبر هشيل عنك كل الهم ده. كان بيتخيل نفسه وهو كبير واقف قدامها وقادر يحميها من أي حد، ووعد نفسه أن اليوم ده لازم يجي وأن اسمها هيبقى معروف في العالم كله. وبفضل الألماسة عدى الشتاء من غير أي معاناة. المدفأة فضلت شغالة طول الوقت، والأكل بقى متوفر. حتى الخادمات اللي كانوا يضطروا يمشوا رجعوا يشتغلوا تاني. وأجمل حاجة بالنسبة له أن أمها رجعت تبتسم، الابتسامة اللي كان مستعد يعمل أي حاجة عشان يشوفها. بعد سنة كاملة بدأوا يجهزوا له هدوم جديدة. المربيات كانوا بيختاروا له لبس لطيف، لكن أمه كانت مصممة على هدوم أكثر رسمية. أما هو فكان زهقان آخر حاجة، كل شوية يبدلوا له هدوم ويقيسوا عليه. وفي الآخر قرر يعمل الحركة المعتادة، رمى نفسه على الأرض وقعد يعيط. طبعا الكل جرى يهديه وشالوه ورجعوه للسرير، وهو من جوا بيقول أخيرا سبتوني في حالي. لكن المربية كانت فرحانة جدا لأن النهاردة مش يوم عادي، ده اليوم اللي هيتم فيه تقديم الأمير رسميا لكل أفراد العائلة الإمبراطورية. أول ما سمع الكلام ده اتصدم، يعني اليوم المنتظر وصل فعلا. كان لازم يتم الاعتراف بإيريل رسميا كأحد أفراد العائلة الإمبراطورية، وأمه كانت متمسكة بالأمل. لكن اللي حصل بعد كده كان أكبر بكتير. بدأت تجهيزات احتفال ضخم، وأمه كانت سعيدة جدا لأن بدأ الاحتفال ده ابنها يبقى معترف به رسميا داخل العائلة الإمبراطورية، وده معناها أن القانون هيحميه حتى لو في ناس مش طايقاه. أما هو فكان متحمس وقلقان في نفس الوقت. كان نفسه يشوف أبوه لأول مرة. الرجل اتولد وعمره ما شاف وجهه، ولما وصلوا قاعة الاحتفال اتصدم. النبلاء في كل مكان والخدم رايحين وجايين. القاعة فخمة بشكل مبالغ فيه، وفي دماغه سؤال واحد بس، هو كل فلوس دي صرفت على حفلة عيد ميلاد؟ حتى هدوم الحضور كانت فخمة جدا. أمه كانت بتحاول تهديه وقالت له أن كل حاجة تمام وأنه أهم شخص في هذا المكان. لكن النبلاء كانوا يبصوا له ولأمه بنظرات كلها احتقار. أما هو فطنشهم تماما، كل اللي كان فارق معه يشوف الإمبراطور. بس استنى، اللحظة دي كانت تستاهل الانتظار. وفجأة دخلت العائلة الإمبراطورية. شد هدوم أمه بسرعة وكان بيسألها دول هما؟ أمه فهمت قصده وأكدت له أن الست اللي قدامهم هي الإمبراطورة واللي معها أولادها. لاحظت أنهم كلهم ماشيين ببرود شديد، عدوا من جنب أمه وكأنها مش موجودة أصلا ولا حتى بصوا ليها. لكن رغم الإهانة أمه فضلت مبتسمة وسألته إذا كان تعبان ولا لا، ووعدت أن الاحتفال هيخلص قريب. المفاجأة الحقيقية كانت لسه داخلة. أمه فجأة ثبتت نظرها على شخص داخل القاعة، فطلنا لفوشه وشاف أبوه لأول مرة الإمبراطور. مجرد دخوله كفاية يخلي القاعة كلها تسكت. النبلاء والخدم انحنوا فورا من غير ما حد يطلب منهم. حتى بطلنا نفسه حس بهيبة مرعبة طالعة من الرجل ده. إحساس غريزي خلاه يعرف أن الشخص ده مختلف تماما. بعد شوية بدأت فقرة الهدايا، كل واحد من الحضور جاي يبارك للأمير الصغير. ولما جاء دور العائلة الإمبراطورية ما خبوش مشاعرهم إطلاقا. طريقة
تعاملهم مع أمه كانت مليان احتقار، كأن وجودها مضايق. المشهد ده ولع الغضب جواه، بدأ يحاول يفلت من حضن أمه، كان نفسه يهجم عليهم. إزاي حد يجرؤ يعامل أمه بالشكل ده؟ وفي اللحظة دي وصل لقناعة واحدة، الناس دي من برا شكلهم محترم لكن جواهم مليان نفاق. مع نهاية الحفلة كل خلاص هيخفى في حضن أمه من كثرة التعب، لكن قبل ما يركز أكثر خلص الاحتفال. هو وأمه خرجوا وهم أخيرا مرتاحين، وافتكروا أن اليوم الصعب ده انتهى. لكن لا، الأسوأ كان مستنيهم برا. الإمبراطورة بنفسها قربت منهم وبكل هدوء قالت أن وصولهم لحد هنا كان سهل، كل ده بفضل ابنها ولي العهد. واضح أنها كانت بتباهى بابنها قدامهم. وبعدها ابتسمت ابتسامة مصطنعة وقالت أن الأمير الصغير لطيف جدا ويشبه أمه. أي حد يسمع الكلام يفتكرها بتجامل، لكن بطلنا ما كانش غبي، كان حاسس أن سدي ورا جزء كبير من المعاناة اللي عاشتها أمه، ولو ما كانتش هي السبب المباشر فأكيد كانت عارفة اللي بيحصل وساكتة. بعدها الإمبراطورة كملت كلامها وكانت بتدعي لهم الخير، اتمنت للأمير عمر طويل وحياة سعيدة. لكن وهي ماشية ابتسمت ابتسامة كلها شماتة، ابتسامة كانت كفاية تخلي أي حد يفهم أن كلامها كلها كانت تمثيل. وفجأة حصلت المفاجأة اللي ما حدش كان متوقعها. الإمبراطور بنفسه وقف قدام أمه، سألها بهدوء تعودتي على القصر؟ أمه ردت بكل احترام، لكن بطلنا فهم أنها بتخبي الحقيقة. هي ما كانتش تقول له أبدا عن الجوع والإهانة اللي عاشتها، أما هو فكان نفسه يصرخ في وجه الإمبراطور ويقول له بدل كلام ادينا فلوس نعيش بها. لكن اللي حصل بعد كده كان بداية قلب الموازين، بدأ يعيط بصوت عالي جدا لدرجة أن الإمبراطور قال هاتوا الولد. دي كانت أول مرة يشيله فيها بعد سنة كاملة من ولادته. استغرب أن الطفل مش بيعيط وهو في حضنه، لأن باقي أولاده كانوا دايما بيخافوا منه. أما بطلنا فكان يبتسم بكل هدوء، كأنه عايز يسيب انطباع قوي من أول مقابلة. وظهر أن الخطة نجحت لأن الإمبراطور بدأ يعجب بالطفل. بس استنى، العرض الحقيقي لسه هيبدأ. بطلنا بدأ يعمل إشارات غريبة. الإمبراطور افتكر أنه عايز ينزل على الأرض، لكن أمه قالت بسرعة لسه ما يعرفش يمشي، لا عنده سنة بس. وفجأة نزل على رجليه، أخذ أول خطوة ثم الثانية. القاعة كلها انفجرت فرحة، الجميع افتكر أنه أول مرة يمشي فعلا، أما هو فكان عارف أنه بقى نجم الحفلة. حتى الإمبراطور نفسه بدأ يبص له باهتمام، واضح أنه طفل مختلف عن الباقين. لكن المفاجأة الحقيقية كانت مستخبية في الخطوة اللي بعدها. بطلنا اتجه ناحية الترابيزة الكبيرة ومد إيده كأنه هيستند عليها. فجأة الترابيزة كلها وقعت، الأكل والمشروبات كل حاجة تكسرت وتبعثرت في الأرض. أي حدا يقول أنا حادثة، لكن الحقيقة دي كانت خطة محسوبة. هو اختار اللحظة بعناية لأن كل الأنظار كانت عليه، وعارف أنه ما حدش هيشك في طفل لسه بيمشي لأول مرة. ولما وقع على الأرض صرخ بصوت عالي، طبيعي جدا بالنسبة لطفل، لكن الهدف الحقيقي كان مختلف تماما. الإمبراطور بنفسه شالها بسرعة عشان يتأكد أنه بخير. لقاه بس متبهدل بالخام من غير أي إصابة. وهنا تبدأ الصدمة. الخادمة بدأت تقلع على الطبقة الخارجية من اللبس، وفجأة ظهر اللبس اللي تحته هدوم قديمة ومهلهلة شكلها كأنها متخيطة من بقايا قماش. الحضور كلهم اتجمدوا، ازاي أمير لابس بالشكل ده؟ ايه اللي حصل؟ الإمبراطور رفع ايده وطلب من الكل يسكت، وبص لأمه بنظرة مليانة غضب واستغراب، ازاي ابنه يعيش بالحالة دي؟ لكن الحقيقة كانت أن بطلنا هو اللي رتب كل ده. الصاحب بدري استغل المانا وشد القماش بقوته لحد ما بقى شكله مهترئ وقديم. كان ممكن يعملها بعضلاته لو كان كبير، لكن دلوقتي السحر كان أسهل. كل ده علشان الحقيقة تبان قدام الإمبراطور من غير ما حد يقدر يخبيها. الإمبراطور سأل أمه ازاي وصلتم للحالة دي؟ كانت متوترة جدا ومش عارفة ترد، لكنه ما قاطعهاش. لف على أحد الرجال وسأله قد ايه بتصرف على القصور محديات؟ الرجل رد بثقة القصور بتاخذ ميزانية متساوية يا مولاي. الإمبراطور عقد حواجبه وقال هاتوا تقارير حالا. أما بطلنا فكان بيتفرج وهو مبسوط من جواه، عرف أن أبوه أخيرا يشوف الحقيقة بنفسه. وأمه حاولت تقول أن أكيد في سوء تفاهم وكانت عايزة تاخذه وتمشي، لكن هو فهم أن دي الفرصة الوحيدة، لو ضاعت يمكن عمرها ما تتكرر. وبعد لحظات وصلت التقارير. الإمبراطور مسكها وبجرد ما قرأها ملامحها تغيرت بالكامل. الغضب كان واضح من وشه، ولشدة غضبه حرق الأوراق بقوته في لحظة. المشهد صدم بطلنا نفسه لأن لأول مرة بدأ يشك يمكن الإمبراطور فعلا ما كانش عارف بالفساد اللي بيحصل تحت اسمه. بعد ما الإمبراطور عرف الحقيقة لف مباشرة ناحية الإمبراطورة وسألها بصوت بارد ايه ده اللي حصل؟ لأنه واضح جدا كان في عجز ضخم في الميزانية والمحضيات، ومن ضمنهم أم الأمير ما كانوش بياخذوا تقريبا أي حاجة. الإمبراطورة عملت نفسها مصدومة وكأنها أول مرة تسمع بالكلام ده، لكن اللي حصل بعد كده قلب الموقف كله. الإمبراطور بص لها بنظرة خوف وقال لها بكل وضوح مسؤوليتك توزيع الميزانية دي، يعني ما فيش حد ثاني بيتحاسب قبلها. ولي العهد ما قدرش يسكت، يتقدم بسرعة وقال أنا أكيد في سوء تفاهم وأن أمه مستحيل تعمل حاجة زي دي، لكن دفاعها جم نتيجة عكسية. الإمبراطور زاد غضبها وقال القائد هو أول واحد يتحمل أخطاء رجاله، وبسبب الإهمال ده أخوه الصغير عاش جيعان ولابس هدوم ممزقة. بطلنا بص لولي العهد ولاحظ أن ملامحه كلها إحراج، لكن في نفس الوقت شاف أنه مش شبه أبوه، لا عنده هيبته ولا عنده دهاء أمه، وده خلاه يحط أول انطباع عنه. الإمبراطور بص لابنها الكبير وسأله يعني أنت شايف أن أمك ما لهاش دم؟ وبعدها مشى لحد الإمبراطورة بنفسها وقال لها أنها خيبة آماله. أمه ما قدرتش تستحمل، دخلت بسرعة وقالت الذنب ذنبي أنا. لكن الإمبراطور استغرب، ذنب إيه؟ أنت أنجبتي طفل من العائلة الإمبراطورية وده لي وحده يخلي ليكي مكانتك. الكلام ده خلاها تحمر من الإحراج، ولما الإمبراطور لمس إيدها وهو
وهو بيهديها الإمبراطورة كانت تتفاجأ من الغيظ، وهنا تبدأ الكارثة بالنسبة لناس كتير. الإمبراطور أصدر أمر مباشر لازم يجاب كل المتسببين وكل واحد يتحاسب، وقال بوضوح إنه مش هيسمح بحاجة زي دي تتكرر. الإمبراطورة إيدها كانت بترتعش لكن فضلت تعتذر ووعدت أن الموضوع مش هيتكرر تاني وأنها هتعاقب المسؤولين. بعدها قربت من بطلنا واعتذرت لها قدام الكل، لكن بطلنا ما كانش مقتنع ولا بنسبة 1%. هو شايف بعينه أنها بتمثل وأنها عارفة كل حاجة من أول. أما أمه فكالعادة دافعت عنها وقالت أن الإمبراطورة ما لهاش دم. وقتها بطلنا كان مستغرب جدا إزاي لسه بتصدقها قدامها أفعى متخفية بشكل إنسان، لكن خوف أمه منها كان واضح جدا. وفي النهاية انتهى عيد الميلاد، تم حل مشكلة الميزانية بسرعة لكن مش بالطريقة اللي بطلنا كان مستنيها. لقوا كبش فداء عيلة صغيرة من النبلاء اتهموهم بكل حاجة ومن غير محاكمة حقيقية تم إعدامهم كلهم. الخدم بعد كده كانوا بيقولوا أن العيلة اعترفت بالجريمة لكن ما حدش كان فاهم أصلا راحوا فين بكل الفلوس دي. الجميع قال أن العدالة حققت إلا شخص واحد وهو بطلنا أريل، كان متأكد أن المجرم حقيقي لسه حر وأن القضية اتقفلت بسرعة عشان يحموا أصحاب النفوذ. وقتها وعد نفسه لما يكبر هيحاسب كل واحد شارك في الظلم ده، لكن حاليا هو لسه طفل وأهم مشكلة عنده دلوقتي أنه جيعان. فضل يعيط لحد ما أكلوه بملعقة وبعد ما شبع بدأ يفكر صحيح جسمه لسه صغير لكن لازم يفضل يقويه. وبعدين ضحك على نفسه وقال دلوقتي شغلي الوحيد الأكل واللعب والنوم، وده اللي عمله فعلا. بعد فترة صحى من النوم وسمع صوت عربة وقفت قدام القصر بس من الشباك لأنه طلب استخدام المعنى. مستغل أن المربية كانت نايمة شاف الأشخاص نزلوا من العربة، أمه وشخص بالغ وطفل. في اللحظة دي افتكر أنه لسه طاير ولو حد دخل وشافه هينكشف سره بالكامل. نزل بسرعة ناحية السرير ولقى المربية لسه نايمة، فقام يعمل حركة ذكية مسك خدودها وفضل يقرصها كأنه بيلعب معها. وفي اللحظة دي الباب انفتح دخلوا كلهم، وأول منظر شاف الأمير صغير وهو بيشد خدود المربية بكل قوته. أمه صرخت بسرعة وقالت سيب المربية، ما ينفعش تعمل كده، لازم تحبها وتسمع كلامها. وفي نفس اللحظة المربية بدأت تصحى. المربية قامت بسرعة وسلمت عليهم لكن الضيفة قالت لها بابتسامة ما تعتذريش، أنا أصلا جيت من غير ما أبلغ أحد. وطن افتكرها على طول، دي كانت واحدة من محظيات الإمبراطور. الخدم قالوا أنه لو كانوا عرفوا بزيارتها كانوا استقبلوها بشكل مناسب، لكن هي هزت رأسها وقالت أنها جاية لسبب واحد بس، عايزة تتكلم مع بطلنا على انفراد. أمها استغربت وقالت في نفسها يا ترى هي عايزة إيه، وكانت متوقعة أن الحوار هيكون صعب. لكن اللي حصل بعدها فجأة تماما وهي بتشرب الشاي كادت تشرق لأن الضيفة اللي اسمها فيليا اعتذرت لها فجأة وقالت أن ندمانة على الطريقة اللي تعاملت بها في حفلة عيد ميلاد الأمير وشكلها كان صادق جدا. وبعدها بدأت تحكي السبب، قالت أن عائلتها زمان كانت من أقوى العائلات في الإمبراطورية وكانت ليها دور كبير في الانتصارات والحروب، لكن الزمن تغير ومجد العائلة اختفى خصوصا بعد ما بقاش بيتولد عندهم أولاد لفترة طويلة، وده خلاهم يدخلوا في أزمة مالية كبيرة. وهنا بدأت الصورة توضح. وبطلنا سألتها مباشرة أنت جيتي بسبب مشاكل عائلتك؟ فيليا نزلت رأسها وقالت أيوة، واعترفت أن عائلتها غرقانة في الديون، وكمان قالت أنها كانت مجبرة تنفذ أوامر الإمبراطورة وبسبب كده يمكن تكون عائلتها لها علاقة بمشكلة الأموال اللي حصلت. وبعدها طلعت كيس مليان فلوس وقالت عارفة أن ده مش هيصلح كل حاجة بس على الأقل اسمحي لي أعتذر. واضح أنها كانت حاسة بالذنب بجد، لكن في اللحظة دي الباب اتفتح وظهرت بنت صغيرة بنت فيليا. بطلنا فهمت كل حاجة، فهمت أن الست دي جاية تعتذر وكان بتحاول تحمي بنتها من أي عداوة مستقبلية مع باقي أفراد العائلة الإمبراطورية. لكن رد بطلنا كان مفاجئ، رفضت كيس الفلوس ورجعتها لها وقالت بهدوء أنت مش مذنبة ومفيش داعي نكره بعض. وبعدين ابتسمت وقالت احتفظي بالفلوس واشتري بيها هدية لبنتك. كلامها خلى فيليا تتجمد من الصدمة، وهنا اكتشف بطلنا سرا مهما، فهم أن أمها كانت في الأصل خادمة عند الإمبراطورة. وهنا كل حاجة بقت مفهومة دلوقتي، عرف ليه الإمبراطورة كانت بتعاملها باحتقار وليه حياتها كانت صعبة بالشكل ده. بطلنا فضل يتدحرج في الأوضة وهو بيفكر أمي استحملت كل ده لوحدها. المربية افتكرتها بس بيعيط ومتضايق وقربت منها تسأله إذا كان بخير. أول ما شاف أنها قلقت عليه غير ملامحها بسرعة وعمل نفسه مبسوط. المربية ضحكت وقالت واضح أن مزاج الأمير الصغير تغير، استنى اللي جاي أهم. أول ما الأوضة فضيت بطلنا استخدم المعنى مرة ثانية وركز سمع على الحوار اللي برا، وسمع أمه وهي بتقول لفيليا أنا عارفة أن الإمبراطورة هي السبب وعارفة أنها مش هتسيبني في حالي، وعشان كده لحد ما ابني يكبر هحميه مهما كان الثمن. الكلام كان كله حزم وثقة، لكن المفاجأة الحقيقية أنها مدت لها إيدها وقالت خلينا نبقى حلفاء، مجرد صداقة لكن اتحاد بين المحظيات، بحيث لو واحد منهم وقعت في إزمة الباقي يقفوا بجنبها. بطلنا كان مصدوم، كان فاكر أمها مش عارفة حاجة، لكن اتضح أنها فاهمة كل الصراعات اللي تحصل داخل القصر وأنها بدأت تخطط للمستقبل من دلوقتي. وأثناء ما هو غرقان في التفكير حصلت المصيبة. البنت الصغيرة قربت من وطلعت هدفها الجديد والمية الحقيقية، طلعت على السرير ومسكت خدها وبدأت تعصرها بكل قوتها. بالنسبة لها وشها كان لعبة مطاط وهو من جواه بيصرخ حد ينقذني، لكن ما فيش فائدة. المربية دخلت في اللحظة دي وأول ما شافت المنظر ضحكت وقالت أن الأمير لطيف جدا وسألت إذا كانت الأميرة تحب تزوره تاني. البنت ردت فورا أكيد. أما بطلنا فأدرك أن ما فيش حد هيقف في صفه وأن الكابوس ده لسه هيستمر. الوقت
الوقت عدى بسرعة جدا، وبطلنا قرب يتم 2.5 سنين، يعني عيد ميلاده الثالث بقى على الأبواب، وهو كان مستغرب ازاي الوقت بيجري كده. لكن قبل ما يكمل تفكير الباب اتفتح ودخلت الأميرة كانيا. تخبى بسرعة، لكن للأسف كانيا لقيتها في ثواني. واضح أن مهارة اختباء محتاجة تطوير شوية. يلا نلعب لعبة الاستخباء. هو كان ناوي يرفض، لكن قبل حتى ميرو كانت جريت برا مستنياه، ومبقاش قدامها غير أنه يمشي وراها. ومن بعد أول زيارة ليها بقت تجي للقصر باستمرار، وطبعا المربية كانت بتساعدها تدخل وتقعد معه. وفي الحقيقة هو ما كانش متضايق من وجودها، لأن الصداقة دي ممكن تفيدها في المستقبل. كانيا كانت مقتنعة بحاجة واحدة، أنا عندها أحسن أخ في الدنيا. فضلت تقول له أنت محظوظ أن عندك أخت زيي، دلوقتي أنا اللي بهتم بيك، ولما تكبر يبقى الدور عليك. وطالبت منه يقعدها بكده، أما هو فكان مستغرب هي متعلقة بيه كده ليه. وفجأة شالتها من على الأرض وقالت أنها تشيلها بنفسها لحد مكان اللعب. لكن المشكلة أنا كانت صغيرة برضو، وبطلنا حس أنه خلاص هيقتنع. فضل يستغيث من جواه، ولحسن حظه الخادمة لحقت الموقف وقالت للأميرة الأمير بيتوجع بالطريقة دي، وأخذت بطلنا منها. أضافت أن حتى الأميرة لسه صغيرة على أنها تشيل حد. بطلنا وقتها كان نفسه يبوس الخادمة على رأسها من كثرة الامتنان، لكن كانيا زعلت وقالت أنا عايزة تلعب. الخادمة حاولت تقنعها بالرسم أو تسمع قصة، لكن الأميرة كانت زعقانة وقالت أنها ستتدرب بالسيف زي أخوها كاي. أخذت عصاية وبدأت تقلد المبارزة. بطلنا بس عليها شوية ولاحظ على طول أن مسكتها غلط، ومركز ثقل العصاية مش متوازن. وبخبرتها في المبارزة قدر يشوف الأخطاء من أول ثانية، وساعتها افتكر قد إيه كان بيعشق السيف واشتاق للإحساس ده. كانيا كانت بتتخيل أنها هزمت خصمها واحتفلت بالنص، لكن الخادمة وقفت بسرعة وقال لا أن ده ما ينفعش. الأميرة زعلت وسألت ليه إخواتي الأولاد بيضربوا على سيف وأنا لا؟ الخادمة ردت لأن الأميرة لازم تبقى رقيقة وأنيقة، مش تتخانق بالسيوف. لكن كلام ده دخل من ود وخرج من الثانية. أول ما الخادمة بعدت كان خطفت سيفها الحقيقي، ولما شافتها جريت وراها وهي بتصرخ. قالت لها لو هتلعبي خدي السيف الصغير. أما بطلنا فكان واقف بيتفرج بصوت، ويبدو أن كل يوم بيحب أختها الصغيرة أكثر. السنين عدت بسرعة، وإيرين بقى عندها 5 سنين. كان بيتعلم ركوب الخيل، وعلى الأقل ده اللي المفروض بيحصل، لكن في الحقيقة كان راكب لعبة حصان بكل فخر. الخادمة سألته مش نفسك تركب حصان حقيقي؟ فرد بكل هدوء لا، الحصان اللعبة مش خطير. الخادمة حاولت تشجعه وقال أن كل الأولاد في سنها بيحبوا السيوف والخيول وأنه لازم يبقى قوي. لكن أريل ابتسم وقال زمن الأمير اللي ركب على حصان أبيض خلص يا سيدتي. الخادمة تنهدت بحزن لأنها كانت نفسها تشوف الأمير شجاع، أما هو فكان بيفكر بطريقة مختلفة تماما. يفتكر كل الحيوانات اللي عاشها قبل كده، كل مرة يوصل فيها الكامل في مهارة كانت المصايب تبدأ. لما بقى أفضل مبارز يضطر يدخل معارك ملاش آخر، ولما أتقن السحر الناس هدفهم الوحيد أنهم يقضوا عليه. عشان كده اقتنع أن موهبة كبيرة بتجيب مشاكل أكبر، وهنا تبدأ الكارثة. الخادمة كانت بتحاول تخليه يستغل وقتها ويتعلم، لكن أول ما خرجت من الأوضة وقفلت الباب إيرين رمى نفسه على السرير وقال في نفسه الشغل ده بتاع الخسران. ولما كانوا يطلبوا منه يذاكر كان يعيط ويمثل أنه مسكين، مع أن الحقيقة أنه بس مش عايز يدرس. الخادمة قالت له ده بقى عندك 5 سنين ولازم تبدأ تتعلم عن العالم. فرد بكل برود أنا مش مهتم أعرف أي حاجة عن العالم. الخادمة أخذت نفس طويل وقالت بيتكلم كأنك عشت كده حياة. الكلمة دي نزلت على أريل زي الصاعقة. توتر للحظة وحس أن سره ممكن يتكشف. بسرعة ما أنكر أي حاجة وغير الموضوع بسرعة. تستنى اللي جاي أغرب بكتير. الخادمة أخذت على المكتبة وقالت له أن قوانين الإمبراطورية بتفرض أن أي طفل يبدأ تعليمه من سن 5 سنين. وبعدين حطت قدامه كومة كتب ضخمة. إيرين بص الكتب بصدمة وقال هو أنا بجد هقرأ كلها؟ أول ما مسك الكتب بدل ما يقرأها قعد يلف بإيده ويلعب بيها. الخادمة قالت باستغراب اقرأها مش بتلفها. لما لقى أن لسه مصرة بدأ يرص الكتب فوق بعض ويبني منها بيت صغير. الخادمة حاولت تفهم أن الناس كتير بتحلم بالفرصة ولازم يحترم قيمة العلم، وطلبت منه يقعد باحترام ويبدأ يذاكر. لكن هو كان بيفكر في حاجة واحدة بس، ازاي يهرب من الأوضة. وفعلا لقى خطة عبقرية، رمى نفسه على الأرض وبدأ يعيط بأعلى صوته وكأنه داخل في حفلة تمثيل عالمية عشان يهرب من المذاكرة. لكن أول ما دخلت الأوضة العرض انتهى في ثانية. يضطر يقعد مكانه ويفتح الكتب ويبدأ المذاكرة غصبا عنه. وفي اللحظة دي أدرك أن الهروب خلاص ما بقاش ينفع. أريل كان مقتنع بحاجة واحدة، كل ما بقى أقوى كل ما حياته تبقى أخطر. أنا ابن إمبراطور وجارية، لو بقيت موهوب بزيادة الناس هيشوفوني تهديد ويحاولوا يتخلصوا مني بدري. وده كان بالنسبة له ظلم، لكن اقتنع أن ده هو مستقبله. عشان كده قرر يعيش ضعيف بإرادته. طالما ضعفه يحمي ويحمي الأمة يبقى خلاص. وأثناء ما الخادمة بتذكر سرح شوية فقاطعتها وقالت ركز، لو فضلت كده والدتك هتزعل. أول ما سمع كلمة أمه عارف إنه ما فيش مفر. قرر يذاكر ويتعلم كل حاجة إلا حاجتين، المبارزة والسحر، لأنه كان شايف أن الاثنين هما أسرع طريق للاختيار. لكن اللي حصل بعد كده قلب الدنيا. بعد أسبوع واحد بس الخادمة دخلت عليه وقالت ببساطة مبروك مدرس السحر وصل. إيرين جمد مكانه وبعدين صرخ بأعلى صوته
موتة لأنه أصلا مش عايز يبقى ساحر، وكان خايف من حاجة أخطر بكثير. لو أي ساحر اكتشف كمية المانا الحقيقية اللي جواه هيعرف فورا أنه شخص مش طبيعي، وساعتها كل الأسرار تتكشف. فقرر يخفي كل قوته مهما حصل. لكن الخادمة مسكت إيده وسحبتها وهي بتضحك. ما تخافش، الموضوع هيخلص بسرعة مش بيوجع. يا سلام، كأنها واخداه ياخد حقنة. أول ما دخل الأوضة لاحظ أن جسم المدرس كله مليان بالمانا، وفضل يفكر يا ترى هو شايفني ازاي دلوقتي. المدرس قرب منه وبدأ يحاسب بنفسه. الخادمة قالت بثقة الأمير طفل مميز، لكن المدرس هز برأسه وقال بالعكس ما فيش أي حاجة مميزة. وأضاف باستغراب أنا مش قادر أحس بأي مانع عنده. الخادمة صدمت وقالت أن ده مستحيل، لكن المدرس أكد أنه فحص كل مسارات الطاقة في جسمه وما لقاش ولا نقطة مانا واحدة. أما أريل فكان بيضحك جواه لأنه هو اللي قفل حركة المانا بالكامل وخلاها ما تتحركش نهائيا، وبعدين جمعها كلها في نقطة واحدة للحظة. ولما لاحظ رد فعل المدرس وقفها بسرعة قبل ما ينكشف. المدرس قال في النهاية طالما ما فيش مانا يبقى مستحيل استخدام السحر معه. الخطة نجحت لكن ليها ثمن. إيريل حس أنه خيب أمل أمه، مع ذلك أقنع نفسه أن الأفضل للجميع يشوفوه طفل ضعيف وعديم الموهبة، واعتذر لأمه في السر حتى لو اضطرت تفتكر ابنها فاشل. بس استنى، المصيبة لسه جاية. بعدها بفترة قصيرة جابوا له مدرب جديد للمبارزة اسمه لافلي توجان. المدرب قال بثقة لو اجتهدت هتبقى قوي زيي. لكن إيريل كان بيبص له من جوا ويقول قوي بعد أكثر من 1000 حياة وخوض معارك لا تحصى. كان شايف أن مستوى الراجل ده عادي جدا بالنسبة له، ومع ذلك قرر يمثل الدورة كالعادة وقال أنه عايز يبدأ من الأساسيات. المدرب شرح له أن أهم حاجتين في المبارزة هم توازن والمرونة، وخلاه يقف فوق جذع خشب صغير ويحافظ على توازنه. وإيريل وقع، حاول تاني ووقع، والمدرب قال له ما تقلقش حتى لو وقعت مش هتتأذى. لكن هو كمل تمثيله بكل احتراف. وبعدها بدأوا تدريبات المرونة وفشل فيها برضو، وأخيرا مسك السيف عشان يتدرب على الدقة، والنتيجة كارثية بكل المقاييس. بطلنا كان بيمثل دور أفشل متدرب في المملكة بجدارة. فسأل المدرب أنا بجد سيء لدرجة دي؟ لانفليد ابتسم وقال لسه دي أول حصة، ما حدش بيتولد محترف، التدريب هو اللي بيصنع الفرق. وأثناء كلامهم إيريل حس أن حد يراقبه من بعيد، وفهم فورا أن كل ما يبان ضعيف أكثر كل ما كلام ده ينتشر أسرع بين الناس، وده بالضبط اللي عايزه. لكن المشكلة أن الإشاعات لما تبدأ تنتشر بتجيب حاجات معها ما حدش بيتوقعها، وهذا بالضبط اللي حصل. الإشاعات بدأت تنتشر في القصر بسرعة. بقى الكل يقول أن الأمير قدراته أضعف من أي طفل عادي، وفي ناس كانت بتبالغ أكثر ويقولوا أنه يقف على رجليه بالعافية، وأن المبارزة دي مستحيل تنفع معه. الإمبراطورة سمعت الكلام ده وفرحت جدا. أما أريل فكان راضي جدا لأنه عارف أن كل الشائعة عندي هتخلي أعدائه يطمنوا وما حدش هيعتبرها خطر. لكن الراحة دي ما كملتش. وهو بيتغدى سأل الخادمة المدرس اللي بعدها هيجي متى؟ قالت له مش هيتأخر. وفي الوقت ده معظم المدرسين بقوا مقتنعين أنه أمير فاشل لدرجة أن كثير منهم رفضوا يدرسوه أصلا. لكن أخيرا وصل مدرس جديد اسمه جالبيرا، وده كان مسؤول عن تعليمه اللغات. أول ما دخل وشه كله كان بيقول أنا إيه اللي جابني هنا. واضح جدا أنه كان مجبر على المهمة دي. رمى كومة كتب ضخمة على الترابيزة وقال دي أساسيات القواعد بس. وكمل بكل جدية بكرة هنبدأ درس جديد فالمفروض تخلصهم كلهم النهاردة. أريل بص الكتب باستغراب وقال في نفسه وأنا طلبت رأيك أصلا. لكن على عكس توقع المدرس اللغات كانت من أسهل الحاجات بالنسبة لي. بعد مئات الحيوات اللي عاشها كان يتعلم لغات لا تحصى، فجاب كتاب القواعد والقواميس والكتب الأجنبية وقعد يقرأ طوال الليل. ثاني يوم المدرس سأله وهو مش مصدق أنت بجيت تخلص كل ده؟ أريل رد بهدوء أيوة. المدرس اتصدم ولما اختبره في القراءة أريل قرأ الكتاب بكل سهولة، مع أن الطفل في سنة المفروض حتى الكتاب البسيط يكون صعب عليه. وهنا القصة تقلبت. الإشاعات الجديدة بدأت تنتشر في المملكة. الأمير لا يعرف يستخدم السحر ولا عنده موهبة في المبارزة، لكن قادر يتعلم اللغات في يومين بس. والمصيبة أن اللي نشر الأخبار بنفسه كان المدرس. بعد ما شرب شوية وبدأ يحكي للناس عن عبقرية الأمير. ولما الخبر وصل الإمبراطور بدأ يبص للموضوع بشكل مختلف. طالما أن ابنه مش هيعتمد على السيف ولا السحر يبقى يمكن قوته الحقيقية في عقله، واقتنع أن ابنه عبقري فعلا. أما والدته فكانت محتارة وبدأت تسأل نفسها يا ترى أنا بربي بطريقة صح؟ الإمبراطور منها وهو فخور بابنه. أما إيريل فكان أخيرا فهم اللعبة. قال في نفسه أكشف للناس جزء من قدراتي واحدة ثم واحدة، أفضل أخليهم منبهرين لكن من غير ما أخليهم يشوفوني كتهديد، وبكذا يعيش مرتاح وفي نفس الوقت يستفيد من سمعته كعبقري. بس استنى اللي جاي أغرب بكتير. بعد كم يوم تم استدعائه للقصر الإمبراطوري، وكان واضح أن القرار ده جاء من الإمبراطور نفسه. إيريل افتكر أن أبوه بيحاول يحميه لأنه لسه ما يعرفش يقاتل، وده خلاه يحترمه أكثر. لكن فجأة سمع صوت حاجة ثقيلة جدا بتخبط قدامه، بس باستغراب وقال في نفسه إيه ده؟ والدته ابتسمت وقالت دي هدايا من الإمبراطور نفسه. إيريل اتفاجأ، ما كانش متوقع أن أبوه يبعث له هدية. فتح الصناديق ولقى جواها مجموعة من الحلي. في البداية شكلها عادي جدا لكن كانت في غلادة شدت انتباهه. أول ما شافها حس أنها مش قطعة زينة وخلاص، كانت كأنها بتساعد في زيادة التركيز وتقوية القدرات الذهنية، لكن في نفس الوقت حس أنها ممكن تستنزف العقل وتتعب صاحبها لو استخدمها غلط. الخادم ما كان شايفها مجرد قلادة جميلة، لكن إيريل شاف قيمتها الحقيقية من أول نظرة. وفجأة افتكر أختها كينيا كانت تتدرب كل يوم عشان تحقق حلمها وتصير فارسة قوية. قرر من غير تردد يديها القلادة. سأل
الوالدة ينفع اديها لكينيا، والدتها وافقت فورا. وبعدين سالتها ايه اكثر حاجه بتحبها فيها. ابتسم وقال بكل بساطه انها قويه. الكلمه دي وحدها خلت الكل يبتسم. وبعدها اريل كان قاعد بياكل والخادمه قدمت له افخم انواع الحلويات، ذاق واحده وبعدين الثانيه. وسكت شويه. الخادمه افتكرت ان في مشكله فسالتها في حاجه. اريل هز راسه وقال هاتوا لي الكيميائي. الخادمه جمدت مكانها. يا ترى ايه علاقه الكيميائي بالحلويات؟ اغرب من كده ايه الحاجه اللي ايريل ناوي يعملها دلوقتي؟ ايريل كان نفسه يشرب حاجه بطعم الكول او ياكل شوكولاته زي اللي كان فاكرها من حياتها القديمه، لكن كان عارف لو حاول يشرح الكلام ده للخادمه مش هتنفع معه ولا كلمه. تخيلوا طفل عنده 5 سنين يطلب من كيميائي يعمل له كولا، اكيد هيبصوا له وكانه نازل من كوكب تاني. وكمان كان عارف ان صناعه حاجه زي الكولا مستحيل في العالم ده لان التكنولوجيا اصلا مش موجوده، لكن مع ذلك فضل يحلم انه يعمل مشروب غازي بارد وحلو بطريقته. وفي اللحظه دي قرر انه يبدا يفكر بشيء. خرج من الاوضه وقال للخادمه انا رايح اذاكر. الخادمه بصت له وهي مش مصدقه اريل بنفسها رايح يذاكر، وواضح ان الشمس هتطلع من الغرب النهارده. لكن اللي حصل بعد كده قال بكل حاجه. مرت 3 سنين واريل بقى عنده 8 سنين، وكان لاول مره بيحضر اجتماع مهم مع مسؤولين الامبراطوريه. الموضوع كان عن مكان بناء جسر جديد للتجار. فسالوه ايه رايك بس على التصميم، وقال بهدوء شكلها حلو. وبعدين سال مين اللي صمم الجسر ده؟ واحد من المهندسين قال بفخر انا. من البدايه اريل مدحه، فالراجل فرح جدا، لكن بعد ثانيه واحده ملامح اريل تغيرت وقال لو الغلطه دي تكررت ثاني هتتفصل. القاعه كلها سكتت. اريل شرح بهدوء التصميم شكلها جميل لكن اول شتاء هينهار. وقال ان الجسر مش متصمم يتحمل تراكم الثلوج، ولو تجمع حمل كبير في نقطه واحده يبقى خطر على الناس. واضاف انا ركزت على الشكل والزخرفه ونسيت اهم وظيفه للجسر انه يكون امن. وفي النهايه طلب مني اعاده التصميم من اول وجديد. خبرات اريل من حيوات سابقه بقت بتخدم الامبراطوريه، كان بينصح الوزراء ويحل مشاكل معقده كانه مسؤول كبير مش طفل عنده 8 سنين. ومع الوقت الكل بدا يعتمد على رايه، ولكن ايريل كان لسه عنده هدف اكبر. بس استنى اللي جاي اغرب بكثير. واثناء ما كان رايح يشوف مهمه جديده واحده من الخادمات نادت عليه فجاه ايوه الحكيم ذو الشعر الفضي. اريل وقف مكانه واتصدم. الاسم ده جابنين. لف وسالها مين اللي قال لك الاسم ده، وطلب منها ما تقولوش تاني. الخادمه كان نفسها تعيدها مره كمان لكن غيرت رايها في اخر لحظه. اما اريل فكان معرض جدا لان الناس بدات تطلع على القاب اغرب من بعض، وهو كان شايف ان اللقب ده سيء جدا. وفي نفس الوقت والدتها كانت بتدور عليه. الخادمه قالت لها انه بنفسها طلب يقابل الامبراطور، والسبب كان عنده طالب محدد جدا عايز يتعلم علم الكيمياء. ركب العربه ويفكر. الامبراطور وافق بسرعه لانه اخيرا بقى واثق في ابنه. واريل قال في نفسه انا بشتغل لمصلحه الامبراطوريه، رغم انه عاش عشرات الحيوات الا انه وهو رايح يقابل والده كان متوتر شويه، كان عايز كل كلمه يقولها تكون محسوبه. دخل مكتب الامبراطور وبدا يشرح الخطه. قال انه مش مميز في القتال ولا السحر، وعشان كده العلم هو الطريقه اللي يقدر يخدم بها الامبراطوريه. الامبراطور سمع للنهايه، عجب جدا بطريقه تفكيرها وقال له هجيب لك افضل مدرسين في الكيمياء طالما ده اختيارك الحقيقي. اريل اخيرا حس انه قرب من حلمه، ومجرد ما اعلنوا ان الامير بيدور على مدرس كيمياء المملكه كلها تحركت، لان تعليم الامير كان فرصه ممكن تغير مستقبلها. فتعمل اختبار لكل المتقدمين. المطلوب كان بسيط في شكله لكن صعب جدا. يصنعوا مرآة تقدر تعكس ضوء الشمس لمسافه بعيده جدا. وبعد منافسة كبيرة نجح شخص واحد في النهاية اسمه دارمان لانجر. اريل فرح جدا وكان متخيل انه يقابل عالم عجوز مليان خبرة، لكن اول ما باب اتفتح دخل شاب صغير والاغرب ان شعره كله كان ابيض. اريل استغرب وسأل هو لون شعرك طبيعي؟ دارمان ضحك وقال لا، بسبب تجاهل كيمياء كثيرة واستنشاق مواد مختلفة شعري بقى بالشكل ده. اريل سكت للحظة وبص له وهو بيفكر لو الراجل ده فضل يشم المواد دي كل يوم يا ترى هيحصل له ايه كمان. لكن دارمان ابتسم وقال الكيمياء مش لعبة، دي من اخطر العلوم واللي بيدرسها ممكن يدفع ثمن كبير. اريل هز راسه وقال انه فكر في كل المخاطر قبل ما يختار الطريق ده. واضاف انا مش جاي اتعلم ازاي يحول الرصاص لذهب، انا عايز اعرف ازاي نصنع سبائك اقوى او مواد بناء تخلي انشاء البيوت اسهل وافضل. دارمان تفاجأ وفهم ان كل الاشاعات عن عبقرية الامير كانت حقيقية. الولد ده بيفكر في تطوير الامبراطورية مش في خدع وخرافات. من شدة انبهاره نزل على ركبته قدامه وقال اعلمك كلها عارفه. لكن المفاجأة الحقيقية كانت لسه مستخبية. بعد ايام من الدراسة دارمان سأله فجأة انت متأكد انك اول مرة تدرس الكيمياء؟ لأن مستواه كان أعلى بكثير من أي مبتدئ. اريل حاول يخفي الحقيقة وقال أنا بس قريت شوية كتب. والمدرس اقتنع بالكلام. أما اريل فتنفس السعادة لأنه لحد دلوقتي ما حد شك في سره. ومن بعدها بقوا يقضوا الليل كله في تجارب، ودارمان كان بيساعده كل مرة ياخذ القرار الصح. وبالتدريج اريل بقى يعرف يستخرج الرصاص وبيتعامل مع مواد كيميائية مختلفة. كان بيلاحظ أن أغلب الأساسيات قريبة جدا من اللي عرفها من حياته السابقة، ما عدا المعادن والأدوية دول كان فيهم اختلافات واضحة. والشغل كله كان ماشي زي الفل لحد ما اريل عمل حاجة خلت الكل يتصدم. بعد طالب رسمي للإمبراطور وطلب منه زيادة فريق
الكيميائيين. الإمبراطور وافق فورا وأمر بتجميع أفضل الكيميائيين في الإمبراطورية. الخدم استغربوا وقالوا هو الأمير الصغير ناوي يعمل إيه بكل الناس دي؟ وفي ناس بدأت تعترف لأن المشروع حيصرف فلوس كتير من خزينة الدولة، لكن الإمبراطور افتكر كلام ابنه وكان واثق أن كل خطوة بيعملها هدفها مصلحة الإمبراطورية. ولما اجتمع أريل مع الفريق قال لهم بكل هدوء إحنا هنخترع مشروب جديد. ساد الصمت. الكيميائيين بصوا لبعض، واحد منهم أكيد كان نفسه يقول إحنا سبنا شغلنا عشان عصير، ولا حد فهم هو ليه عبقري زي أريل يضيع وقت على مشروع بالشكل ده. لكن أريل طمنهم وقال سواء نجحنا أو فشلنا كل واحد فيكم هياخد أجره كامل. أول ما سمعوا كلام ده وافقوا كلهم لأنهم عرفوا أن تعبهم مش هيضيع. أريل كان عارف أن الفلوس والشهرة هم أكبر دافع لأي باحث، ولو قدروا يطلعوا بمشروع ناجح هيكسبوا الاثنين. وبعد كم يوم وصلت عربية محملة ببراميل كبيرة للقصر. أريل فرح جدا لأنه افتكر أن المياه فوارة أخيرا وصلت. دارمان فتح أول برميل، لكن أول ما بص جواه وجهه اتقلب. المياه كانت سوداء وريحتها لا تطاق. أريل قرب بنفسه وقال استنوا دي مجرد خامات للمشروب. لكن أول ما شم الريحة عرف أنه في مشكلة كبيرة. بدأ يراجع كل البراميل واحدة واحدة. في الأخير وصل للحقيقة، المياه اللي جابوها ما ينفعش حد يشربها أصلا. المشروع كله وقف، لكن بدل ما يستسلم لف عليهم وقال بثقة يبقى ما عندناش حل، نصنع المياه الفوارة بنفسنا. الجملة دي خلت كل الكيميائيين يبصوا لبعض بصدمة. ازاي يعني يصنعوا مياه فوارة؟ أريل وزع عليهم مجموعة أوراق فيها النظريات الأساسية فقعدوا يقروا ويحاولوا يفهموا، لكن هو ابتسم وقال ما تفكروش انكم تعرفوا الحل من الورق بسهولة، واضح ان الموضوع اصعب بكثير. وده خلاهم يقلقوا اكثر، لكن أريل شجعهم وقال انا واثق بكم، انتم افضل كيميائيين في الامبراطورية وانا متاكد انكم هتقدروا تعملوها. وبعدها راح لدارمان وسال ايه رايك انت؟ دارمان ابتسم رغم قلقه وقال احنا افضل كيميائيين في مملكة أرنيشيا، ولو في حد يقدر ينجح فاحنا هم. أريل ابتسم ومشى وهو يدندن لنفسه لانه كان مؤمن ان اجمل حاجة في الكيمياء مش حفظ النظريات لكن تحويلها لحاجة حقيقية. من اللحظة دي قرر يسيبهم يجربوا يكتشفوا الحل بنفسهم، لكن هل فعلا هيقدروا يصنعوا اول مشروب غازي في العالم؟ بعد كم يوم اصوات عالية بدأت تخرج من معمل الكيمياء، وأريل كان واقف وسط الفريق وهو يشجعهم. فقال بحماس المياه الفوارة دي اللي بنعملها هتجيب ثروة للإمبراطورية. بصراحة الكيميائيين ما كانوش مقتنعين قوي، لكن أريل كان واثق بشكل يخليهم يصدقوه. وفجأة رفع زجاجة مياه الفوارة وقال بابتسامة أول مرحلة خلصت ودلوقتي نبدأ أهم جزء، اختبار الطعم. دارمان سأل باستغراب وبجد الناس هتحب المشروب ده؟ واحد من الكيميائيين رد المشروب منعش شوية بس طعمه غريب جدا. أريل صفق بإيده عشان الكل يسكت وقال مين قال أنكم هتشربوه كده؟ ده مجرد أساس، نخلطه بعصير فواكه أو أي مشروب تاني. وفي اللحظة دي دخلت الخادمة وهي شايلة صينية مليانة كوبايات، وأريل افتكر خطته الأصلية، كان نفسه يعيد صناعة كوكاكولا لكن مكونات زي أوراق الكولا مش موجودة في العالم ده، فعشان كده اختار بديل أذكى، قرر يعمل عصائر غازية بدل منها. بدأ بعصير الليمون، صب شوية مياه فوار وأضاف عليهم العصير وقلب الكوباية وأخذ أول رشفة وعم السكوت، وفجأة ابتسم. الطعم طلع أحسن مما كان متخيل. وزع كوباية على الجميع وطلب منهم يجربوا رشفة واحدة والكل بص لي بعدها. النتيجة عجبت الكل، المشروب كان منعش جدا وطعمه مختلف عن أي حاجة جربوها قبل كده. وهنا عرف أريل أن المشروع نجح. بعدها بدأوا يعبوا المشروب ويجهزوه للبيع وأطلقوا عليه اسم العصير الفوار للأمير أريل. لكن اللي حصل بعد كده قلب المملكة كلها. المشروب مبقاش مشهور جوا الإمبراطورية بس، لا وصل الممالك الثانية كمان وبقى من أفخم المنتجات اللي بيتنافس عليها النبلاء. أي حد يجربها لأول مرة كان ينبهر بالطعم. ومن الناس دي الكون دوني حاكم الإقليم الشمالي. أول ما شربه سأل كبير خدم بجد الأمير أريل هو اللي اخترع ده؟ رد عليه أيوة المشروع كلها تحت إشراف الأمير بنفسه. الكون سكت شوية وبعدين ضرب الترابيزة بغضب وقال أنا غلطت لما حكمت عليه وهو طفل، افتكرت هيطلع أمير عادي، ولو عرفت أنه هيبقى بالذكاء هذا كنت اهتمه به من بدري. ومن اللحظة دي قرر يراقب كل خطوة يعملها أريل. بس استنى، بعيد عن السياسة والتجارة كان في حد ثاني بيتغير. بعد مرور السنين كينيا بقت عمرها 16 سنة وكانت في ساحة التدريب ماسكة السيف بثقة. أنهت جولتها وبصت لأخوها وسألته إيه رأيك؟ أما أريل اللي بقى عنده 10 سنين فضل يسقف الهواء ومبتسم بقى رائع جدا. الحارسة كمان مدحتها وقالت أن مستواها بقى ممتاز. أريل وافقها، لكن جوا كان شايف أن لسه ناقصها شوية حاجات بسيطة عشان توصل للكمال. ومع ذلك كانت تقدمت بشكل رهيب لدرجة أنه متأكد أنه تقدر تهزم أغلب الأولاد في سنها. كينيا فرحت ونطت من السعادة وهي بتشكرهم. أريل ابتسم ويبص لها وافتكر أنها وهي صغيرة كانت مرعبة وعنيدة، لكن في الحقيقة قلبها كان طيب جدا. بعد التدريب الحارسة قالت كفاية لحد كده نرتاح شوية. قعدوا كلهم حوالين ترابيزة وفجأة كينيا فتحت الموضوع. قالت أنا بقت تسمع الناس كلها بتتكلم عن العصير الفوار وأعدى أن الاختراع الصغير اللي بدأ من فكرة مجنونة لسه هيغير حاجات أكبر بكتير. كينيا وهي مبتسمة قالت لأريل مش بس القصر اللي تحسن بسبب مشروبك، ده اقتصاد الإمبراطورية كلها بقى أقوى. أريل فتح إيده وابتسم وقال أنا بس عملت واجبي كأمين. لكن كينيا كملت وهي بتضحك والناس كمان كلها بتقول أنك الابن المثالي. أول ما سمع الجملة دي أريل سكت وافتكر حاجة مهمة جدا. نجاح مشروع العصير ما كانش مجرد نجاح تجاري، كان جزء من خطة أكبر. لانا
كانت من عائلة نبيلة، لكن عيلتها فلست من زمان وما بقاش فاضل لهم غير إقليم صغير يعيشوا منه بصعوبة. ولما عرف القصة كاملة اتخذ قرار غير مستقبل العيلة كلها، سلم توزيع العصير لعائلة والدته، وبالفعل النتيجة كانت خرافية. المحلات بقت زحمة طول اليوم والناس واقفة في طوابير عشان تشتري المشروب. مع زيادة الإنتاج زاد الطلب كمان على منتجات ثانية زي زبادي ومواد غذائية مختلفة، وده خلى ثروة عائلة والدها تكبر بسرعة مرعبة لدرجة أن ما فيش تاجر في المملكة بقى يقدر ينافسهم. كينيا بصت لها وقالت وهي شبه بتشتكي يمشي على مهلك شوية، احنا تقريبا في نفس السن والناس كل شوية تقارنك بينا. وبعدها وقف وقال يلا أنا غني دلوقتي، تعالي وكلك وشربك على حسابي. لكن ردها كان سريع جدا، رفعت سيف خشبي وحطت على رقبتها وقالت كل فلوس دي ملهاش أي قيمة لو مش عارف تدافع على نفسك. وبعدين أعلنت قرارها من النهاردة أنني هعلمك القتال. آرين مسك السيف وهو بيتنهد وقال في نفسه لسه زي ما هي عنيدة بشكل مستفز. شكرها على اهتمامها وحاول يرفض بأدب وقال أنه مش محتاج، لأنه كان فاكر كويس جدا أنه في حياته السابقة كان آدم مبارز وأقوى ساحر، وآخر حاجة يتمناها دلوقتي أنه يلفت الأنظار تاني. لكن كالعادة الأمنيات حاجة وكيميا حاجة تانية خالص. هجمت عليه فجأة ومبقاش قدامها غير أنه يمسك السيف. كيميا كانت بتحاول تعلمها خطوة خطوة، فآرين قرر يسايرها لأن كل ما خلص تدريب أسرع كل ما ارتاح أسرع. لكن وهو بيتدرب لاحظ حاجة، مش قادر يقرأ حركاتها بسهولة، وسبب أن عزيمتها كانت قوية بشكل غريب. حلمها أن تبقى فارسة عظيمة وتبني عائلتها في المستقبل كان بيديها قوة أكبر من سنها بكتير. آرين ابتسم وفكر في فكرة جديدة غير ما حد يلاحظ. هيبدأ يمرر لها جزء بسيط من طاقته أثناء التدريب عشان يساعدها تبقى أقوى. ومن بعدها فضلوا يتمرنوا لفترة، وفي اليوم اللي بعده آرين كان راكب العربة الملكية وهو معدي وسط المدينة. الناس كلها كانت بتبص عليه بسعادة، وهو بص من الشباك وقال في نفسه واضح أنا عربية دي عاملة زي فيراري هنا. حتى الفرسان اللي كانوا بيعدوا جنبه كانوا يبصوا له بإعجاب، وللحظة حس إنه بقى نجم مشهور. رجع قعد مكانه وهو مرتاح وفكر كل حاجة ماشية كويس، بس يا ترى والدتي تعاني ليه؟ وحاول يخمن يمكن هيزود لها المصروف بعد كل الإنجازات اللي عملها. الفكرة مش مستحيلة. وأخيرا وصل للقصر وقعد على مائدة العشاء مع الإمبراطور. في الأول كان الصوت اللي قبل الأكل يخليه يتوتر، لكن بعد سنين دي يتعود عليه خلاص. وقال في نفسه طالما أنا هنا أستمتع بالأكل فقط، خصوصا أنه بقى يزور القصر كثيرا مؤخرا بسبب التقارير والمشاريع اللي بيقدمها. لكن أول ما بدأ يأكل الإمبراطور اشتعل فجأة. فكر تمسك منصب رسمي في الحكومة. آرين شرق بالأكل لأنه آخر حاجة كان متوقعها يسمع السؤال ده. أخيرا اللحظة اللي كان بيهرب منها من زمان وصلت. رد بهدوء مش شايف أن الوقت مناسب دلوقتي. لكن الإمبراطور قال بعد كل اللي حققته الوقت مش مناسب، ما حدش هيعترض لو استلمت المنصب. أخذ رشفة من الشاي عشان يهدي، وبعدين رد الإمبراطور بكل احترام وقال بصراحة ما أعرفش إيه اللي خلاك تفكر في الموضوع ده، لكن دلوقتي أنا لسه عايز أكمل دراسة العلوم والكيمياء، لسه قدامي حاجات كتير أتعلمها. الإمبراطور فضل يبص له، وآرين كمان كان بيحلل الموقف في دماغه وفكر الغريب أن ولي العهد نفسه مش ماسك منصب حكومي، يبقى ليهم عايزيني أنا، وده خلاه يشك في أن حاجة أكبر بتحصل. الغريب كمان أن الملكة وولي العهد لحد دلوقتي ما عملوش أي حركة ضده، والسبب كان واضح. آرين عمره ما تعدى الحدود ولا حاول ينافس حتى على العرش ولا سبب مشاكل لأي شيء. لكن الفرق كبير جدا بين أن والدك يحبك وبين أن يثق فيك ويديك منصب مهم في الدولة. وفي الفترة دي بدأ يلاحظ أنه بقى يدخل في إشاعات وخلافات مع إخوته أكثر من الأول. وفجأة خطرت له فكرة، ترى والد بيبعدني عنهم عمدا؟ ولو ده حقيقي يبقى الإمبراطور بيحاول يحميه، لأن القصر مش أقل خطورة من الغابة. اللي عايز يقعد على العرش لازم يبقى أقوى من الكل، والضعيف مصيره معروف. آرين افتكر كل الحيوات اللي عاشها وكل القوة اللي امتلكها قبل كده، وبعدين ابتسم وقال في نفسه في النهاية ما حدش في العالم ده هيقدر يهزمني بسهولة. لكن اللي حصل بعد كده قلب الدنيا. بعد العشاء خرج لوحده يركب حصان، وكان دي أول مرة يبعد فيها عن القصر بالشكل ده، وهو بيجري وسط الطبيعة. حس أخيرا بطعم الحرية وافتكر السنين اللي فاتت قد إيه كان غرقان في الشغل والاختراعات. ضحك وهو بيقول لنفسه عمري ما تخيلت أني أبقى واحد بيشتغل من البيت. وبعدين افتكر واحدة من الحياة القديمة لما كان بيلف العالم وبعدين الكون كله يدور على شخص أقوى منه، لكن مهما بحث ما لقاش حد، وهذا كان محبط جدا وقتها. أما دلوقتي كان سعيد وهو بيجري بحصانه من غير أي هم. وفجأة سمع صوت مألوف. كينيا لحقت به على حصانها وقالت هدي السرعة شوية، وبعدين بصت له باستغراب. بصراحة ما كنتش أعرف أنه بتعرف تركب خيل بالشطارة دي. يعني ابتسم وقال شكرا، بس الفضل كله لحصاني، هو الشاطر مش أنا. لكن أول ما بص لورا الابتسامة اختفت. شاف مجموعة كبيرة من فرسان الحراسة ماشيين وراهم. سأل كينيا وكل الحراسة دي بجد ضرورية؟ يعني حسب بطاقة الفرسان وفهم على طول أنا اللي معاهم من أقوى المحاربين في الإمبراطورية. كينيا هزت رأسها وقالت أيوة دول الأفضل. إيرين ابتسم وقال إحنا رايحين مشوار صغير بس ماشي، أنت أميرة في الأخير. لكن في اللحظة دي بالذات وجهها تغير، وقف حصانه فجأة وبص ناحية الغابة. حس بطاقة غريبة جدا، طاقة سحرية مش طبيعية. قال لكينيا بسرعة لازم نرجع حالا. كينيا استغربت وقالت نرجع ليه؟ إيرين رد وهو مركز في الغابة في وحش هناك. كينيا بصت حواليها ما فيش صوت وما فيش حركة ولا أي أثر لوجود وحش، فسألتها باستغراب أنت عرفت منين؟ إيرين حاول يهرب من السؤال وقال اعتبريها حاسة سادسة. كينيا تفاجأت، لكن الفرسان ما كانوش قلقانين خالص وكملوا دخولهم للغابة. إيرين صرخ فيهم الأولوية لازم تكون حماية الأميرة، اتأكدوا الأول أن الطريق آمن. واحد من الفرسان لف عليهم وقال بثقة اطمئن احنا عارفين المكان كويس، وده أصلا ميدان التدريب الخاص بالأميرة كينيا. الكلام ده خلى أريل يحتار أكثر، يا
لأنه متأكد أن الإحساس اللي وصله ما كانش غلط، كان في حاجة مستخبية جوا الغابة وحاجة خطيرة كمان. أما كينيا فرفعت سيفها بحماس وبدأت تتقدم ناحية الغابة. دخلت الغابة بكل ثقة. أما أريل فضل وقف مكانه ومش قادر يطمن، كان متأكد أن إحساسه مستحيل يكون غلط. وفعلا حس بطاقة غريبة في المكان ده. بس استنى، المفاجأة الحقيقية كانت لسه متخبية. يفتكر بداية الرحلة لما كان هو وكينيا قاعدين بياكلوا سوا. وقتها كينيا قالت أنا ناوي تعمل رحلة تدريب صغيرة وأصرت أنه بيجي معها. أريل فكر شوية لكن كينيا فضلت تلح عليه وقالت له أنت طول الوقت مشغول في الشغل، أكيد زهقت. وأضافت وهي متحمسة أنا بعشق الصيد والمغامرات، يلا بقى نخرج شوية. في الأخير وافق. لكن أول ما الرحلة بدأت كينيا سألته وهي مبتسمة مش دي أحلى كتير من قاعدة في القصر؟ أريل بص حواليه ولقى نفسه وسط جيش كامل من الحراس وقال في نفسه أحلى إيه، بس دي رحلة VIP بحراسة زيادة عن اللزوم. كينيا ضحكت وقالت كنت عارفة أنك هتيجي وأي كان لي يحصل أنا هحمي. الكلام ده خلاه يبتسم وفكر أن كينيا فعلا بنت مختلفة رغم شخصيتها القوية، قلبها طيب جدا. وهنا تبدأ الكارثة. رجعوا للحاضر وكانوا خلاص وصلوا لعمق الغابة. الفرسان نسموا معسكر صغير وأريل هو اللي بدأ يحط خطة القتال. مسك عصاية ورسم على الأرض كأنها خريطة وقال الهجوم هيبدأ من هنا. مجموعة من الفرسان تشغل الوحوش وفي نفس الوقت كينيا تدخل من الجانب وتخلص عليهم. الفكرة كانت بسيطة لكن مبنية على استغلال الوقت والطاقة بأفضل شكل. أول ما الخطة بدأت الفرسان اشتكوا مع الوحوش وبعدها وصل تقريبا بسرعة في حوالي 20 أور. كينيا مسكت سيفها بإحكام ومن غير أي تردد اندفعت وسط المعركة. عليك بيتفرج في صمت وفي دماغه سؤال واحد، هي زي أول تدريب حقيقي تواجه فيه 20 أور؟ لكن اللي شافه بعد كده خلاه يغير رأيه. كينيا كانت بتتحرك بثبات، كل ضربة محسوبة وكل خطوة في مكانها، كانت هادية وواثقة ومش بتضيع أي حركة. شجاعتها كانت واضحة لدرجة أن الفرسان نفسهم انبهروا فيها وبدأوا يشجعوها وهي بتقاتل. وأريل أدرك أن أختها بقت أقوى بكثير من اللي كانوا يتخيله. واستمرت التدريبات كده يوم وكان واضح أن مستواها بيطور بسرعة كبيرة. لكن مع حلول الليل كان في شيء تاني بيستعد يظهر. كان أريل وكينيا قاعدين جنب النار في المعسكر. أريل بص لها وسألها أنت كويسة؟ أنت مش تعبانة؟ كينيا ردت فورا وهي مليانة حماس أنا تمام، ولو علي أكمل قتال دلوقتي. أريل ابتسم وقال الاندفاع زيادة عمرها ما كان حاجة كويسة. لما الواحد يتعب وتركي ثقل الغلط يبقى أسهل. والكلام ده ما كانش من فراغ. لو نفتكر نفسه في واحد من حياته قديمة زمان كان بيجري وراء أي معركة بحماس وفي الآخر الاندفاع ده كان سبب في موته. كينيا بدأت تأكل وقالت وهي مبسوطة الأكل تحفة. أريل ابتسم وهو يبص لها وحس أنها لأول مرة بتتصرف كبنت عمرها 16 سنة فعلا بعيد عن التدريب والضغوط. لكن فجأة سألها أنت ليه مصممة تبقي قوية بالشكل ده؟ الابتسامة اختفت من وجهها وقالت بصوت هادي لأني أميرة وهذا وحده يكون مؤلم جدا. قالت أنا مهما تدربت الناس مش بتاخدها بجد، كلهم فاكرين أنها مرحلة وتخلص وفي الأخير هتتجوز شخص عمرها ما حدا ما شافته، مش حب ولا اختيار بس علشان مصلحة المملكة. وطت رأسها وكان واضح قطعي الكلام ده واجعها. أريل فهمها كويس لأن الجواز السياسي كان شيء طبيعي جدا وسط العائلة النبيلة. لكن اللي حصل بعد كده قلب كل التوقع. كينيا رفعت راسها وقالت بثقة أنا بكره الحياة دي عشان كده قررت أعيش بطريقتك. أريل تفاجأ وقال في نفسه بطريقتي أنا؟ كينيا كملت كلامها قالت أن أريل عمل حاجة بيحبها وفي نفس الوقت خدم من المملكة وكسب احترام الناس. وقالت وأنا عايز الناس تعرفني بسبب شغلي وبسبب قوتي مش علشان أتجوز واحد ما أعرفوش. أنا هفيد عيلتي بمهارتي ومش هسيب حد يحدد مستقبلي. وبعدين ابتسمت وقال بكل ثقة أنا اللي هختار قدري. أريل ابتسم وبص للسماء وقال لو ده فعلا قرارك يبقى هتقدري تحققيه. كينيا ابتسمت وقالت زيك بالضبط. أريل قال أنهم بكرة يرجعوا للقصر واعترف أن الرحلة دي كانت ممتعة فعلا وكان سعيد أنه جمعها. بس استنى اللي جاي أغرب بكتير. اللحظة اللي كان بيخلص فيها الكلام عدى فوقهم ظل ضخم جدا في السماء لكن ما حدش لحق يشوفه بوضوح. ثاني يوم أثناء طريق الرجوع كينيا لسه مكملة تدريبها. كل ما تلاقي أور تنزل فيه قتال على طول لدرجة أن واحد منهم شال شجرة كاملة وهاجمها وهي فضلت قتلها بكل قوتها. الفرسان بدأوا يقلقوا لأنها حتى وهي راجعة مش راضية توقف صيد الأور وبقى واضح أن ما فيش أور يقدر يستخبى منها. أريل وقفها وقال كفاية لازم نرجع في ميعادنا. كينيا ضايقت شوية لكن وافقت. أريل بص حواليه وقال مبقاش في أور حوالينا يبقى ما فيش داعي نقاتل أكتر. وأثناء الاستعداد للرحيل كينيا لاحظت أن حصانها شكلها غريب. أريل فحصها بسرعة وقال هو مش مصاب بس مرهق جدا ما ينفعش يكمل. فعرض عليها تركب معها على نفس الحصان. واحدة من الفرسان قالت أنا هتاخد الحصان المصاب مع السحرة لحد ما يرتاح. كينيا شكرتها وركبت مع أريل لكن قالت لها بابتسامة أنا اللي هسوق. أريل ضحك وقال ما فيش مشكلة أنت أشطر مني في الموضوع ده أصلا. انطلقت المجموعة في طريق العودة وكينيا كانت ماشية قدام الكل. لكن بعد شوية وش أريل تغير فجأة. كينيا بصت له وسألتها في إيه؟ أريل رفع عينها للسماء رغم أنه مش شايف أي حاجة. إحساسها كان بيقول أنا في شيء مستخبي فوق السحاب. وفضل مركز لحد ما السحب بدأت تتحرك. في ثانية واحدة ظهر مخلوق عملاق بجناحين ويفرين وهو شبيه بتنانين. في اللحظة دي أول ما أريل شاف الويفرين صارخ في كينيا بسرعة امسك الحصان كويس. وفي نفس اللحظة بدأ ينادي لكل الفرسان يرجعوا على الغابة فورا. لكن الفرسان استغربوا بجد. واحد منهم قال إحنا مش شايفين أي حاجة وواحد تاني حاول يهديه وقال المكان ده آمن اللورد بنفسه يصطاد الويفرين هنا. أكد أن المنطقة ما فيهاش أي واحد منهم. لكن قبل ما يخلص كلامه كارثة حصلت. الويفرين نزلت من السماء بسرعة مرعبة خطفتها بمخالبها من فوق الحصان وطارت به في لحظة. الجميع جمد مكانه وفي ثانية السماء ابتلأت بويفرين بكل اتجاه. الفوضى انفجرت. إيلي ضرب الحصان بأقصى سرعة وكينيا كانت ماسكة فيه بكل قوتها
وهي بتقول بخوف كل دول ظهروا مرة واحدة، أنا أعمل إيه؟ إيريل كان مدهوش لأنه عرف أن الويفلين بطبيعتها بتعيش لوحدها، لكن اللي يحصل دلوقتي مش طبيعي خالص. وهنا تبدأ الكارثة. الويفلين هاجمت الفرسان من كل ناحية وما حدش قادر يقف قدامها. الفرسان حاولوا يهربوا لكن واحد ورا ثاني كانوا بيموتوا بمنتهى الوحشية. ساعتها إيريل فهم الحقيقة، دي مش عملية صيد ولا هجوم عادي، دي مذبحة متخطط لها. وفجأة واحد من الويفلين نفخ حين سام ناحية الأرض. إيريل لف الحصان بسرعة وحاول يحمي كينيا بأي طريقة. في نفس الوقت ابتكر أن الويفلين أصلا وحوش مرعبة، لكن دلوقتي بقوا كمان بيستخدموا سم قاتل، وده خلى الموقف أسوأ بكتير. كينيا كانت شايفة حراسها بيموتوا قدام عينها من غير حتى ما يقدروا يدافعوا على نفسهم، وما قدرتش تمنع نفسها من الصورة. بعد دقائق كل الحراس تقريبا كانوا انتهوا، والويفلين نفذت مطاردتها على إيريل وكينيا. إيريل قال لها بسرعة ما تبصيش ورا، امسكيني كويس وفكر بسرعة. الويفلين بيتأثروا بس بالسحر من المستوى الرابع أو أعلى، لكن السحرة كانوا خلاص بيفقدوا طاقتهم. وفجأة واحد من الوحوش اندفع ناحيتهم بسرعة جنونية. إيريل بص للمشهد وعرف أن ما فيش وقت للتفكير. والآخر تاني واحدة كلهم هيموتوا. استنى، المفاجأة الحقيقية كانت لسه مستخبية. بمجرد حركة بسيطة بإصبعه جمع طاقة المانا في كرة صغيرة واستخدم تقنية اسمها ديكي جونغ. أطلقها بسرعة وفي لحظة واحد من الويفرين وقع من السماء. إيريل قال في نفسه سقط واحد، وبسرعة مذهلة كرر نفس الهجوم على باقي الويفرين وأسقطهم واحد ورا تاني. لكن قبل ما ياخذ نفسه ظهر ويفرين جديد قدامهم. كينيا صرخت وهي بتنادي على أمها. في اللحظة دي قاطع الويفرين من الصين بضربة واحدة. كانت الحارسة شخصية لكينيا. دخلت المعركة بقوة مرعبة وصرخت اهربوا فورا، اجروا على الغابة. إيريل شاف الضربة وفهم على طول الحارسة دي مش مجرد فارسة عادية، دي مقاتلة من المستوى مرعب. فقرر يكمل الهروب معها، لكن فجأة سمع صوت غريب يقول أبليت بلاء حسنا. إيريل وقف مكانه وبدأ يبص حواليه. الصوت كان قريب جدا لكن ما فيش حد ظاهر. وفجأة ظهر راجل واقف قدامهم. إيريل ضيق عينه وقال في نفسه مين ده؟ الراجل ابتسم ابتسامة غامضة وبدأت طاقة مرعبة تتجمع حواليه. إيريل حس فورا أن الشخص ده مش إنسان عادي، خصوصا بسبب العصاية اللي في إيده، كان فيها قوة حتى هو ما قدرش يحددها. إيريل صرخ وسأل أنت مين؟ لكن بدل ما يرد رفع عصايته وأطلق عليهم مدفع برق عملاق. إيريل صدم وقال في نفسه هو لازم الرد يقام محاولة قتل. الهجوم المرعب اتقسم فجأة، لكن رغم كده كل الجنود اللي حاولوا يحموا إيريل وكينيا تغلبوا في ثواني. إيريل صدم من القوة دي. ساعتها الراجل الغامض بص ناحية كينيا وقال بابتسامة قدرتي تهربي من الضربة. إيريل جمد مكانه لأنه نطق اسم كينيا، يعني هو عارف هي مين وكان مستهدفها من البداية. الراجل ضحك بصوت عالي وقال ده كان مجرد تسخين، ولو عايزين تهربوا جربوا. وبعدين رفع عصاه مرة ثانية وطاقة سوداء مرعبة بدأت تتجمع حواليه. المكان كله اتغطى بهالة خوف، لكن كينيا فجأة صرخت بص هناك. إيريل لف بسرعة واتصدم. الجنود اللي كانوا ميتين قاموا على رجليهم من جديد، مش بس جنود، حتى الويفنين ماتت رجعت تتحرك. إيريل ما قدرش يصدق اللي شافه. ساعتها الرجل أمرهم بصوت عالي اقتلوا الأميرة، وعلموا الأمير إيريل يعني إيه قوة الكنيسة المظلمة. في لحظة جيش كامل من أموات الأحياء بدأ يتحرك ناحيتهم، لكن في اللحظة دي الغضب سيطر على إيريل، مش لأنه تهاجم لكن لأنهم حاولوا يقتلوا كينيا. ومن غير ما يضيع ثانية كون كرة مانا صغيرة وأطلقها مباشرة على الساحر. الضربة أصابته بقوة وخلى صرختها تهز المكان، وبعدها بثواني ضربة ثانية أنهت عليه تماما. كينيا بصت لإيريل بذهول وقالت إيه اللي حصل؟ إيريل حاول يخبي الحقيقة كالعادة وقال بكل هدوء يمكن يستخدم سحر أكثر من اللازم ومات بسبب الآثار الجانبية. الراجل خلص على نفسه بنفسه، لكن المشكلة أن الأموات الأحياء لسه بيتحركوا. الحارسة الشخصية لكينيا صرخت اجروا على الغابة بسرعة. إيريل رد بسرعة غالبا تأثير تعويضها يفضل شغال شوية، دلوقتي أهم حاجة نهرب. بالفعل قادروا ينسحبوا بصعوبة لحد ما وصلوا وسط الغابة، وبعدها خدوا أنفاسهم. كينيا سألت إيريل بقلق تفتكر الجنود هيبقوا بخير؟ إيريل حاول يطمنها وقال أن الساحر مات وأن الأموات الأحياء مش هيستمروا كتير، وكمان أكيد تعزيزاتها توصل تدور عليها، يعني ما فيش داعي للخوف. بعدها إيريل بدأ يحاول يولع النار. كينيا بصت لها باستغراب وقالت أنا كنت فاكرة أنك بتعمل غير شغل الأمراء، اتعلم ده مين؟ إيريل ابتسم وقال من كتاب. دي فكرة بسيطة، لما جسمين قابلين للاشتعال يحتكوا ببعض بتولد حرارة كفاية تشعل النار. الحقيقة كان يقدر يولعها بالمانا في أقل من ثانية، لكن كينيا كانت تراقبه، ولو عمل كده هيبدأ يفضح نفسه. فضل يحك الخشب بإيده لحد ما إيده وجعته، لكن في الآخر النار اشتعلت. كينيا انبهرت، ولما قعدوا جنب النار وجهها تغير وقالت بحزن كل اللي حصل بسببي أنا، لو ما كنتش أصريت على الرحلة ما كانش حد مات. إيريل هز رأسه وقال لا ده مجرد حادث وما فيش أي دم عليك. بعد لحظة صمت كينيا سألته أنت ما كنتش خايف؟ إيريل سكت شوية. هو في الحقيقة مر بحروب وموت أكثر مما أي حد يقدر يتخيل، لكن ما ينفعش يقول الحقيقة. ابتسم وقال أكيد خوف، صراحة الويفلين كانوا مرعبين فعلا. كينيا سقته، ولأول مرة حست أنه كان بيخبي خوفه عشان يطمنها. فمدت إيده وحطت إيدها على إيده وقال بهدوء شكرا، لو ما كنتش معي النهارده كان هيبقى أسوأ يوم في حياتي. إيريل بس لها كويس، وساعتها لاحظ حاجة ما كانش مركز فيها وسط المعركة. إيدها كانت بترتعش وعينيها مليانة صدمة. هي كانت بتحاول تبان قوية لكن من جواها كانت مكسورة، لأن كل الفرسان اللي كانوا
يحموها ماتوا قدام عينها، وأول مرة في حياتها تشوف الموت بالشكل ده. وفهم إيريل أنها مش محتاجة نصيحة قد ما محتاجة حد يحسسها أنها مش لوحدها. فجأة كينيا قربت منه وضمتها بقوة، وبعد ما حضنت إيريل هو أخذ قراره بينه وبين نفسه أنه مهما حصل مش هيسمح لأي حد يلمسها طول ما هما لسه ما رجعوش للقصر. وفجأة إيريل وكينيا بيرفعوا عينيهم للسماء وبيلاقوا معركة مرعبة، ويفرين عملاق بيقاتل جريفين كل شراسة. كينيا سألت باستغراب هو ليه بيتخانقوا في نص الليل؟ إيريل ركز بسرعة، وبعد ما بص ناحية الجبل قال واضح أن فوق في فرخ جريفين والويفرين بيحاول يخطفه. وفعلا في ثانية واحدة الويفرين غرس أنيابه في رقبة الجريفين، والجريفين قوتها بدأت تضعف وجسمه فقد توازنه ووقع فوق الجرف بسرعة مرعبة. إيريل مسك إيد كينيا فورا وصرخ اجري، لكن قبل ما يبعدوا الجريفين ارتطم بالأرض بقوة خلت سحابة تراب ضخمة تغطي المكان كله. ولما تراب بدأ يختفي إيريل لاحظ أن الويفرين اختفى، لكن بعدها مباشرة إيريل لف حوالينا واكتشف أن كينيا اختفت. قلبه وقع، ومجرد ما بص لقدام لقاها راكعة جنب الجيفرين. جار عليها وهو بيصرخ ابعدي عنه ممكن يكون لسه عايش، لكن كينيا هزت رأسها بهدوء وقالت اطمئن لقد مات. بعدين بصت للجيفرين بحزن شديد وقالت انا من ايه في جسمه. إيريل افتكر انها عايزة تدفنه فسألها انت بتفكري تدفيني؟ لكن كينيا هزت رأسها وقالت لا انا قصدي ابنها. وبصت للعش وهي بتكمل واضح انه فضل يقاتل لاخر نفس علشان يحمي ابنه. إيريل سكت للحظة، في دماغها كان شايف ان الطبيعة لها قوانينها وان الافضل يسيب الامور تمشي بطبيعتها. لكن فجأة كينيا نطت من مكانها وهي بتقول بحماس احنا هنربيه. إيريل وقف مصدوم وقال ايه؟ في اللحظة دي وصل الحراس وباقي الجنود. اول ما شافوا كينيا وإيريل بخير تنفسوا السعداء. قائدة الحرس قالت وهي مرتاحة الحمد لله انتم الاثنين بخير. وكينيا ابتسمت وقالت انا فرحانة ان الكل راجع. بعد الحارس صرحت انا بعد بالساحر مات، بعد شوية وقت سحر الموت الاحياء انتهى وما حدش تاني خسر حياته. لكن اول ما بصت في حضن كينيا انجمدت مكانها. هو ده فرخ جريفين؟ إيريل بسرعة حاول يقنعهم يمنعوها من الفكرة دي، لكن الحارس ابتسمت بحراج وقالت للاسف ما حدش يقدر يغير رأي الاميرة. وكينيا كانت حاضنة ابن جريفين وهي مبسوطة جدا. ومر اسبوع وكل حاجة رجعت طبيعية الا حاجة واحدة. في عز الليل إيريل صحى مفزوع لانه لقى فرخة جريفين ناطت فوق سريرها. الاميرة كينيا فعلا ربته وسمتها فلاي. إيريل شارع ويتنهد وقال انا مستحيل اعرف انام طول ما انت معايا. لكن اول ما فلاي عمل وش هزيل إيريل ابتسم في الاخير وحطها في حضنه وقال خلاص مش هزعلك انت لسه طفل صغير. وبعدها رجعنا لنفس اليوم. إيريل طلب من الحراس ياخذوا كينيا لمكان امن ترتاح فيه قبل ما تيجي الوحوش الثانية على جثة الجريفين. لما الكل مشى إيريل طلع سيفه وشق صدر الجريفين واستخرج منها نواة سحرية، وهذا كان هدفه الحقيقي لان النواة دي هتخليه يقدر يكون رابط مع الفرخة الجريفين، وبالتالي كينيا تعرف تربيه بشكل امن. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما إيريل فجأة حس بحد يقترب. نزل بسرعة ولقى كينيا جاية وهي بتنادي فلاي. اول ما الفرخ سمع صوتها طار عليها بسرعة وبدأ يلعب معها. في الوقت ده احد الحراس قرب من إيريل وقال في اوامر صدرت من المملكة بالتحقيق في اللي حصل، واضاف تم اعلان الحرب على منظمة الكنيسة المظلمة نفس الجماعة اللي حاولت تغتال الاميرة، وكمان اعلنوا عن مكافأة ضخمة لاي حد يجي معلومات عنهم. إيريل سمع الكلام ده لكنه عاقد حاجبيه وقال في نفسه المشكلة اكبر بكثير من مجرد الكنيسة المظلمة. إيريل وقف شوية يفكر وقال لنفسه يا ترى انا بقيت مركز على الفلوس والاختراعات اكثر من اللازم. الحارس استغرب وسأله حضرتك قلت حاجة؟ ابتسم وقال لا ولا يهمك. وبعدها صرفه. من الناحية الثانية كينيا كانت لسه بتلعب مع فلاي بكل سعادة. لاحظناه بين ايديها وهي بتبتسم وقالت لما تكبر لازم تطلع ولد شاطر. وإيريل كان واقف من بعيد يتفرج عليهم لكن عقله كان شغال. وليه الكنيسة المظلمة اختارت كينيا بالذات؟ هي صحيح أميرة لكن نفوذها سياسي مش كبير، إلا لو كونها من العائلة الملكة لوحدها كيف يخليها هدف. ساعتها إيريل خد قرار كان طول عمره يهرب منه. قال في نفسه واضح أن ما فيش حل تاني، لازم استخدم قوتي الحقيقية علشان أحمي كينيا، لأنه حس أنها مختلفة عن باقي أفراد العيلة وشاف فيها نفسه. وبدأ يسأل نفسه سؤال مهم جدا، هل هضطر أرجع أبقى ساحر وسياف زي حياتي القديمة؟ في نفس اليوم راح لكينيا وقالها بابتسامة ايه رأيك نجرب حاجة جديدة؟ كينيا تحمست وسألتها ايه هي؟ وفجأة اثنين سيوف تخبطوا ببعض. الاثنين بدأوا تدريب جديد. المرة دي إيريل كان يلعب بجد، ومع كل حركة كنت كينيا تنبهر أكثر. وفي الأخير ما قدرت تستحمل وسألتها الحركة دي ايه؟ إيريل ابتسم وقال دي اسمها الهالة. في اللحظة دي عرف أن خطتها نجحت لأن كينيا وقعت في حب الفكرة فورا. جريت عليه بسرعة وقالت علمني أنا كمان، عايز أتعلم هذه المهارة. وسألتها أنت عرفت عنها منين؟ إيريل رد عليها بكل عبقرية قريت عنها في الكتاب. وبعدين حط صباعه على دماغه وقال أهم حاجة في استخدام الهالة هي العقل. لكن أول ما سمعت الكلمة دي كينيا وشها تغير وبدأت دموعها تنزل وهي بتقول يعني لازم أبقى ذكية زيك. إيريل توتر شوية وقال بسرعة لا خالص، اللي عليك تعمليه أنك تراقبي كويس. لكن كينيا كانت مقتنعة أن الفرق بينهم أن إيريل عبقري وعشان كذا كل حاجة سهلة بالنسبة لي. إيريل هز رأسه وقال الموضوع أسهل مما تتخيلي، بس لازم تتعلمي إزاي تتحكمي في الهالة بعقلك. وبعدين وعدها أنها تابعك بنفسي وعلمك كل اللي يعرفه. أول ما سمعت الكلام ده وجهها نور من الفرحة وقالت بجد يعني أقدر أتعلمها؟ إيريل ضحك وقال لو سمعت الكلام وطبقت اللي أقول لك عليه هتتعلمي بسرعة. لكن اللي كينيا ما كانت تعرفه أن في سر صغير. إيريل كان متوقع اليوم ده هيجي
علشان كده من زمان جدا كان بيدخل طاقة المانا لجسمها بشكل بسيط ومن غير ما تلاحظها هي، ودخل لها مساعدا من غير ما تحس. وفي الوقت ده الحارس الشخصية كانت واقفة برا الباب وسمعت جزء كبير من كلامهم، استغربت جدا هي ايه التدريبات الغريبة اللي الأميرة بتعملها. ومن بعدها كينيا بقت تزور إيريل باستمرار، مرة علشان تشوف فلاي ومرة علشان تتدرب سواء على المبارزة أو على الهالة، والنتيجة كانت صادمة للجميع. كينيا بدأت تتحكم في الهالة بسرعة خرافية لدرجة أنها هي نفسها ما كانت مصدقة اللي وصلت له. جريت على إيريل وهي فرحانة جدا وقالت بوس أخيرا عرفت أتحكم فيها. إيريل ابتسم وقال ده مجرد البداية، وبعدين بص لفلاي وقال شايف صاحبتك بقت شاطرة قوي. لكن فلاي اللي كان كبير بشكل ملحوظ قرر يطلع فوق كتف أريل، وفجأة أريل فقد توازنه تقريبا لأن وزن فلاي بقى ثقيل جدا، واتضح أن ده مجرد تأثير جانبي مؤقت بسبب تعرضها المستمر لطاقة الهالة أثناء التدريب. وإيريل وهو يحاول يشيله قال بضيق يا ابني أنت هتكسر ظهري. فجأة فلاي طار وشل البطل معاه، فاستغل الفرصة وقال لكينيا أنا اللي وصلتها لحد دلوقتي مجرد البداية ولسه قدامها تدريب كثير، لأن كل ما كمية المانا عندها تزيد كل ما التحكم في الهالة يبقى أسهل وأقوى. وكمل كلامها وقال لها أنا في المستقبل هتقدر تركب فلاي، وهي بتستخدم الهالة بكامل قوتها. لكن كينيا ضحكت وقالت أن خيالها واسع جدا. ساعتها خبط رجلها في الأرض وقال بكل جدية أنا مش بحذر ده هيحصل فعلا. كينيا جرت ناحية فلاي وسألتها وهي تضحك إيه رأيك هو بيقول حقيقة ولا بيبالغ؟ أما هو فبص ليهم من بعيد وقال عارف أن اليوم ده هيجي أسرع بكثير بما هي بتخيله. لكن فجأة الباب اتفتح، أحد الخدم أعلن بصوت عالي جلالة الملك وصل. الصدمة دارت على وجه الاثنين. البطل استغرب جدا لأنه حسب معلوماته والده كان مشغول جدا بتجهيزات الشمال ومستحيل يكون جاء هنا من مجرد زيارة عادية. بعد ما رحب بوالده الملك قال أنه سمع أنه بدأ يهتم بالمبارزة السيف. رد علي بهدوء وقال ده صحيح لكن ده مش كل حاجة، أنا كمان شغال على تجارب كتير حتى بحاول أروض فلاي عشان في المستقبل يساهم في حماية حدود المملكة. الملك هزأ سوى كأنه مقتنع، وفجأة الحراس دخلوا مشينين حاجة ضخمة حطوها قدام الكل. الجميع تصدم. الملك بص لابنها وقال دي ليك ده سيف ما فيه زيه في العالم، اتصنع مخصوص علشان. والدته قلقت فورا وقالت أن السيف أكبر من أنه يستخدم دلوقتي. الملك وافقها وقال أنه مش مطلوب يستعملها حالا، لكن بما أنه يمتلكه الآن فمن حقه على الأقل يمسكه. لكن اللي حصل بعدها صدم الجميع. من غير أي مجهود رفع السيف بسهولة، والداه انبهروا وهو ابتسم وقال بهزار أبدأ تدريب من دلوقتي. لكن في اللحظة اللي بعدها السيف هتز فجأة وتزحلق من إيده ووقع على الأرض وتخبط في جبهته. قام هو بيفرق دماغه وقال في نفسه أنا قلت قبل كده مش عايز أموت بسبب سيء. الحقيقة أنه كان متعمد يبان ضعيف لأنه عارف أنه لو أظهر قوته الحقيقية في المبارزة هيبقى محط أنظار الجميع. ساعتها يتسحب غصبا عنه وسط صراعات العرش، وعشان كده قرر يفضل قدام الناس مجرد الأخ الأصغر الضعيف خصوصا قدام كينيا. قام وشكر والده على الهدية العظيمة لكنه قال بابتسام زي ما حضراتكم شايفين مستواه في المبارزة لسه مستوى الطفل. وبعدين عمل حاجة ما حدش توقعها، قال أن السيف هيكون أنسب للأميرة كينيا. كينيا تصدمت سألتها باستغراب ليه؟ أما الملك فما كانش مستغرب خالص. الملك كان شايف أن كينيا وصلت لمستوى يخليها تبقى من نخبة المحاربين فعلا بالسرعة اللي تتطور فيها، مسألة وقت بس قبل ما توصل للمستوى الهالة المتميزة. وهذا اللقب ما فيش منه غير حوالي 30 شخص في المملكة كلها. تطورها كان مرعب لدرجة أن حتى الفرسان لو عرفوا بالحقيقة هيتصدموا، وعشان كده مد لها السيف وقال بكل ثقة السيف ده يليق بيكي أنت. الملك ابتسم وقرب منهم وقال أنه فاهم قصدها لكن في شرط صغير، لازم كينيا تثبت أنها تستحق السيف. وزي ده قرر أن نتواشى في المبارزة. أول ما سمعت كده توترت فورا. أما البطل فصدم من تصرف والده لكن افتكر بسرعة أن ده أسلوبه من زمان. الملك اختباراته دائما صعبة بس لكينيا وقال لها وريه اللي تعلمتيه مجرد هجمة واحدة وما تقلقيش. ورغم أنها كانت متوترة لكنه حط إيده على ظهرها وقال بهدوء دي فرصتك وريهم قد إيه تطورتي. الكلمة دي رجعت لها الثقة، أخذت نفس عميق وهو رفع لها علامة الإبهام بابتسام. وفي اللحظة دي الاثنين وقفوا قصاد بعض. الملك أول ما شاف وقفتها اتفاجأ وقال أن طريقة مسكتها للسيف مختلفة تماما عن أي فارس شافه، وسألها أنت اللي طورتي الوقفة دي بنفسك؟ البطل استغرب جدا إزاي والده عرف كل ده بمجرد وقفة، لكن ما فيش وقت للأسئلة. فعلا كينيا رفعت سيفها وطلبت من الملك أن يوجهها أثناء القتال، وبدأت المبارزة. في لحظة واحدة اندفعت ناحيته بسرعة رهيبة لدرجة أن سحابة تراب ضخمة خضت المكان كله. والدة أريل ما بقاش شايفة أي حاجة وسألت بقلق إيه اللي بيحصل، أما هو فكان بيتابع المعركة باهتمام. كان شايف أن كل حركة بتعملها ناعمة ودقيقة بشكل غير طبيعي بفضل قوة الهالة والمانا اللي عندها. سرعتها بقت أعلى من أغلب الناس اللي شافهم، وكانت بتهاجم بكل تركيز ومن غير أي تردد. فضل يشجعها لكن فجأة توتر لأنه اكتشف أن أول ضربة كانت متوجهة مباشرة نحو الرأس، وقال في نفسه يا نهار أبيض هي ناوية تخلص عليه ولا إيه؟ لكن الغريب أن الملك كان مبتسم، وفي آخر لحظة رفع سيفه وسد الضربة بسهولة. الاصطدام كان عنيف جدا لدرجة أن موجة هواء قوية انفجرت في المكان. كينيا نفسها صدمت من قوة وسرعة الملك، لكن الملك كمان كان مندهش لأن الضربة اللي استقبلها كانت أثقل بكثير
الملك كان متوقعه. بعدها دفعها للخلف فوقعت على الأرض وقال بإعجاب حتى قائد الفرسان مش بيطلق الهالة بقوة دي أثناء القتال. وأضاف أن امتلاك بنت صغيرة للموهبة دي شيء يستحق الاحترام فعلا. كينيا مسكت كتفها وهي بتقول أنها لسه بعيدة جدا عن المستوى اللي نفسها توصله. بعدها الملك لف ناحية البطل وسأله سؤال ما كانش مستعد لها أبدا. سمعت أن كل تدريبات كينيا في المبارزة كنت على إيدك أنت، وهذا صح؟ يجمد مكانه لحظة وحاول يهرب من السؤال وقال أن الموضوع مش كبير وبس اعتمد على شوية نظريات قرأها في الكتب، وشرح أن أسلوب المباراة التقليدي ما كانش مناسب لقدرات كينيا لأن كل المؤشرات كانت بتقول أن عندها موهبة طبيعية في استخدام الهالة، وهو كل اللي عمله أنه وجهها في الطريق الصح. الملك وكينيا فضلوا ساكتين بيسمعوا شرحه، وبعد ما خلص الملك قال بكل جدية لو الطريقة دي فعلا شغالة يبقى لازم نعلمها لباقي الفرسان. أول ما سمع الجملة دي قلبه وقع، وهنا فهم أخيرا إيه الهدف الحقيقي. الملك مش بيفكر في فارس أو اثنين، هو عايز يصنع جيش كامل من مستخدمين الهالة، جيش ما حد في أي مملكة يقدر يقف قدامه، لكن هو كان شايف أن ده هيجي مشاكل أكثر من فايته. فنزل رأس باحترام وقال اسمح لي أعتذر يا جلالة الملك، لكن مستحيل باقي الفرسان يوصلوا لنفس نتيجة كينيا. وشرح السبب. كينيا من يوم ما اتولدت وهي عندها موهبة استثنائية، وهو كان بيتابع كل حركة وكل تطور فيها من وهي صغيرة، وده اللي خلاه يقدر يحدد لها أفضل طريقة تدريب. الملك سكت شوية وبعدها قال أنه فهم، أما هو فكان يفكر في الحقيقة اللي مخبيها، لأنه في الواقع كان يقدر يعمل خطة تدريب مثالية لأي شخص تقريبا، لكن المشكلة أن ده هيحتاج منه مجهود خرافي وهيضطر يقعد يراقب جسم وتحركات كل فارس بالتفصيل. وقال في نفسه لا أنا مش هقضي حياتي وراقب عضلات الرجالة طول اليوم، بس في نفس الوقت ما كانش عايز يرفض طالب والده بشكل كامل، فقال له أن حتى لو النتائج مش هتبقى بنفس قوة كينيا فهو يقدر على الأقل يخليهم أقوى، لكن في شرط الطريقة دي هتكون لأفراد العيلة المالكة بس. هو عارف أنه مش هيقدر يخلي الكل يتطور بنفس السرعة، لكن مجرد أن يديهم أسلوب تدريب يبقى هناك فارق ضخم. الملك فكر شوية وبعدين وافق، واضح أنه فهم السبب الحقيقي، لأن النبلاء حوالين العرش عاملين زي الذئاب الجيعانة، ولو السير ده خرج برا المعاين الملكة المملكة كلها تدخل في دوامة صراع. ابتسم وقال أن الطلب هيتنفذ، ومن النهاردة الطريقة السرية دي هتفضل حكر على السلالة الملكية، أما هو فافتكر مذكراته السرية وضحك في سره وقال وأنا كنت بكتب ملاحظات لنفسي ولا إيه؟ ده أنا عامل كنز قومي، لكن اللي هيستفيدوا منها فعلا هم اللي هيتمرنوا ويتعبوا. وبعد كم شهر الخدم سمعوا دوشة ضخمة جاية من ساحة التدريب، جروا بسرعة ولقوا الملك واقف وسط المكان غرقان عرق وكل اللي حوالينه متدمر، حتى هو نفسه كان مصدوم لأن الطريقة دي اشتغلت فعلا وقوتها بقت تقترب من مستوى نخبة مستخدمي الهالة. مسك سيفه وبص له وهو بيفكر كل ده ابني هو اللي عمله من الصفر، لكن في نفس اللحظة حس بحزن لأن صاحب الطريقة نفسها جسمه ضعيف وما يقدرش يستفيد منها بشكل كامل، وقال في نفسه أكثر واحد محتاج القوة دي هو ابني، وبصفتي أب وملك لازم يعمل حاجة علشانه. وبعد فترة كان قاعد في بيته وفجأة تفاجأ لما عرف أن والده بعت له فرسان مخصوص لحمايته. الرجل اللي جاء مع الفرسان قال بابتسامة عدد كبير من الفرسان طلبوا بنفسهم يكونوا الحارس الخاص بتاعك، وأن الملك بنفسه هو اللي اختارهم. لما شاف كل الملفات اللي قدامه قال في نفسه بصراحة موضوع أني قال لي بعمل مقابلات مش وحش خالص، لكن في نفس الوقت كان عارف أن الموضوع مش مجرد اختيار حراس وخلاص، لازم يبص على قوتهم وطريقة تفكيرهم، لأن أي اختيار غلط ممكن يكلفه كثير بعدين. فضل يقلب ورقة ورا الثانية وكل شوية يقف عند اسم أو ملاحظة وهو بيفكر لازم اختار صح. كان مطلوب منه يختار 3 فرسان. بعد ما خلص مراجعة الملفات فجأة ضحك بصوت عالي لدرجة أن الكبير خدم وكينيا بصوا لبعض بصغرة وما حد فيهم فهم هو بيضحك عليه. وفجأة طلع فوق الترابيزة مسك القالب كأنه قائد جيش، قال بحماس تمام جاهزين هنبدأ المقابلة. لكن أول ما بدأ الحماس كله اختفى، اتوتر فجأة لأن الواقع طالع مختلف تماما عن اللي كان متخيله لما سمع أنه هيبقى له حارسات تخيل فارسات جميلات بتحرسه، لكن الواقع كان مختلف تماما. قعد على الكرسي وبيتحرك بتوتر وقال أهلا، وفجأة كل فرسان بصوت واحد وبأعلى صوت تشرفنا بك يا صاحب السمو. الصوت كان مرعب لدرجة أنه دخل ومن جواه كان بيعيط حرفيا، وقال في نفسه يا نهار أبيض وأنا دخلت الجيش ولا إيه؟ بس طبعا حاول يحافظ على شكلها قدامهم. واحدة من الفارسات لاحظت أنه متوتر فسألته باحترام سموه حضرتك بخير؟ هل هناك مشكلة؟ رد بسرعة جدا لا كله تمام ما تقلقوا، لكن بجواه كان بيفكر الناس دي ضحت بسنين من عمرها واتدربت لحد ما وقعت من التعب، ما ينفعش ابص لهم بطريقة أنانية أو أقل من مجهولهم. أخذ نفس عميق وقال لنفسه خلاص ركز، وبعدها وقف وقال بكل جدية هنبدأ المقابلة. بدأ يبص لكل واحدة فيهم وكل ما يبص أكثر يكتشف أن مستواهم فعلا عالي جدا. واحدة منهم قالت أنا تطوعت بنفسها عشان تبقى ضمن حراسها. أول ما بص عليها اتصدم وقال في نفسه دي عضلاتها أكبر من عضلات الملك نفسها، ولو كان فعلا محتاج حارس شخصي فهي كانت اختيار ممتاز. لكن وسط كل المترشحين عينها وقعت على بنت مختلفة تماما، ما كانش بأي فارس موجود. الهالة اللي خرج منها كانت هادئة وراقية أقرب لهالة نبيلة من أنها هالة فارس، وده خلاها تميز نفسها عن الباقيين من أول نظرة. بعد ما انتهت المقابلة قرر أنه ما يستعجلش وقال للجميع أنا محتاج أفكر شوية استنوني برا. كل فرسان انحنوا باحترام وخرجوا بدون أي اعتراض، وهنا بدأ يفكر بجد رغم أنه أصلا مش محتاج حد يحميه، حتى ولو كان يختارهم لمجرد مظهر قدام الناس فالموضوع لازم يتخذ بجدية. قعد في مكانه وقف العينة وركز بكل قوته، وفجأة فعل واحدة من أخطر التقنيات اللي عنده
مهارة اسمها مهارة الخلق الأصلية الستة، ودي مش مهارة عادية أبدا. ببساطة دي المهارة بتحفز المخ بطريقة مرعبة، بتخليه يلاحظ حاجات مستحيل أي شخص طبيعي يشوفها. يعني بدل ما يحكم على الشخص من كلامه أو شكله يقدر يفهم حقيقته. اسم وقال ادخلوا واحد واحد. المفاجأة الحقيقية كانت لسه مستخبية. هو ما كانش بيعمل مقابلات عادية، كان بيدور على أي شخص نواياه مش سليمة وهو يدمر شر، لأنه يعني كان متأكد إنه مش كل اللي واقفين برا جايين بإخلاص، حتى لو مش جايين يختالوا ممكن يكونوا جايين يتجسسوا عليه، وأي غلطة في اختبار هتبقى كارثة. دخلت أول مترشحة، أول ما بص عليها حس بحاجة غلط، من غير حتى ما يطول كلام قرر يستبعدها فورا. دخلت الثانية ونفس الإحساس رجع تاني، فخرجت هي كمان من غير أي تردد. والسبب المهارة اللي فعلها كانت مديها له قدرة فهم كاملة للشخص اللي قدامه. هو مش بيقرأ أفكار ولا يسمع القلب، هو كان يشوف الروح نفسها، والروح تعطي لون معين تبين أن الشخص ده صادق ولا يخبي حاجة. بدأ ينادي المرشحين واحد ورا الثاني، وبعد ما شاف عدد كبير منهم وصل لاستنتاج مهم. البنت اللي اسمها آشا كانت الوحيدة تقريبا اللي كان باين عليه اختلاف واضح عن الباقين، لكن المشكلة أنه لازم يختار أكثر من شخص. وهنا عينها بدأت ترجع ناحية صديقتها، وبدأ يفكر بجد هل يختارها هي كمان. لكن قبل ما يحسم اختيار الأخير الباب اتفتح ودخلت آخر مرشحة وهي مبتسمة بكل هدوء. انحنت باحترام وقالت اسمي سينا جاري. أول ما سمع اسمها ركز فيها باستخدام قدرته، وفجأة يتفاجأ روحها كانت نقية بشكل غريب، ما فيهاش أي لون يدل على الخداع أو الطمع أو الكراهية، وفوق ذا كله شكلها اجتماعي ولطيفة في التعامل. مسك ملفها وبدأ يقلب فيه، وهنا لاحظ حاجة غريبة جدا. البنت دي انتقلت بين عدد ضخم من فرق الفرسان مش بسبب الحدود، دي خدمت كمان في أماكن بعيدة ومتفرقة في أنحاء المملكة كلها، يعني تقريبا عندها خبرة لا تنتهي. رفع عينها وبصلها باستغراب، فابتسمت بإحراج وقالت بصراحة الموضوع محرج شوية، بس نقول دي كانت بسبب ظروف شخصية. وفضل يراقبها كويس جدا، يعني مستني أي تغيير في مشاعرها. كان يريد أن يلاحظ إذا كان في كذب أو ارتباك، لكن مفاجأة ولا حاجة. علوم مشاعرها ثابتة، وده معناه أنها فتاة نقية وما كانتش مستخبية ورا نوايا سيئة. ابتسم في هدوء وقال في نفسه تمام، ما فيش داعي أقلق من موضوع التنقلات، وقرر يتجاهل النقطة دي. وبعد ما خلص آخر مقابلة ابتسم للجميع وقال شكرا لكم كلكم، قدمتم أداء ممتاز. وسكت للحظة علشان يبني تشويق، وبعدين أعلن النتيجة. اختياري وقع على آشا وسينا. في اللحظة دي الاثنين تفاجئوا، واضح أنهم ما كانوش متوقعين الاختيار. كده عدد أفراد حاشيتها الخاصة زاد رسميا، ومن اليوم ده بقى بيتحركوا مع حارستين شخصيتين. وسينا كانت جدية جدا وقت الشو، لدرجة أن كل كلمة وكل حركة كانت محسوبة. هو كان معجب فيها إلا في حاجة واحدة. بعد فترة خدهم لمكان فاضي بعيد عن القصر. آشا بصت حواليها باستغراب وقالت إحنا هنا ليه؟ ابتسم وقال بهدوء بصراحة أنا لسه ما أعرف قدرتكم الحقيقية، وعلشان كده جيتكم هنا، عايز أشوف بسواكم بنفسي. الاثنين بصوا لبعض باستغراب، لكن كلامه كان منطقي، وهو دلوقتي مسؤول عنه. ولو كانوا لسه مجرد مستخدمين عاديين للهالة فده هيبقى خطر، لأن الحراس الشخصيين لازم يكونوا أقوى من كده بكتير، وعشان يطورهم لازم الأول يعرفوا مستواهم الحقيقي. آشا رفعت إيدها وقالت تمام، وأنت عايزنا نوريك قدرتنا إزاي؟ ابتسم ابتسامة خفيفة وقال بكل بساطة يتقاتلوا مع بعض. الاثنين سكتوا لحظة، وبعدين زينة ابتسمت وقالت طالما ده أمر من الأمير أنا موافقة. آشا هزت رأسها وقالت وأنا كمان. ابتسم وهو مبسوط، لأن ما فيش طريقة تكشف مستوى الحقيقي أكثر من اثنين بنفس الفئة يتقاتلوا مع بعض. ساعتها كل واحد بيطلع أقصى اللي عنده، لكن هو كان عارف أن لسه محتاجين دفعة صغيرة. فقال وهو مبتسم أنا متحمس أشوف مين فيكم الأقوى. الجملة دي لوحدها ولعت المكان. فجأة الجو كلها تغير، وقد نظراتهم مختلفة. كل واحدة فيهم بدأت تبص للثانية وكأنها بتقول هنشوف من الأقوى. سينا بدأت تسخن عضلاتها وقالت بابتسام وهي واثقة بصراحة أنا كمان فضولي أعرف من الأقوى بيننا. وبصت لآشا مباشرة وأنتي؟ ردت بهدوء شديد، لكن ثقتها كانت واضحة وأجابت أكيد عايزة أعرف ومش هرفض فرصة زي دي. الاثنين تبدو عيونهم في بعض، ولا واحدة فيهم بعدت نظرها. وفي الناحية الثانية كان قاعد على كرسي صغير بيتفرج، وشكله مبسوط جدا، ومن جوا كان بيقول اهو ده اللي كنت مستنيه. واضح ان المعركة دي هتكشف كل حاجة، وكان متحمس يشوف اسلوب كل واحدة فيهم ونقاط قوتها ونقاط ضعفها، لان بعد النهارده هيعرف فعلا مين ينفع يبقى اقرب حارس لي. لكن قبل ما تبدا المواجهة سينا سألته وهي بتفرض ذراعها في قوانين معينة للقتال. آشا جابت بابتسامة خفيفة انا بصراحة مش بحب القيود. وبعدين بصت له وسألته ايه رأيك؟ ابتسم وباز رأسه وقال في نفسه انا كنت فاكر انهم يوافقوا وخلاص، انما دول متحمسين اكثر مني. وبعدين اعلن القواعد، ما فيش اي قواعد، بس ممنوع الإصابات الخطيرة، غير كده وروني كل اللي عندكم. سينا ابتسمت بثقة وقالت أحاول أخف عليها شوية، في الأخير عندي خبرة ميدانية أكثر منها. لكن آشا ردت فورا ما تعمليش كده، استخدمي كل قوتك، يعني واثقة في نفسي. رغم هدوءها كان واضح أنها مش ناوية تتراجع، وكان بيتابع المشهد من بعيد. حس أن الضغط بدأ يزيد، وقال في نفسه وبيضحك واضح أن الاثنين أخذوا الموضوع بشكل شخصي، دول مش أطفال يلعبوا، دي شكلها تبقى معركة حقيقية. وهنا بدأت الأجواء تتغير بالكامل. أول ما بدأ النزال الاثنين انفجروا بقوتهم، وأول موجة صدمات رمت إيرين نفسها على الأرض. قام هو كله تراب وقال في نفسه يا جماعة أنا قلت هاتوا على مهلكم، بس فهم سبب الحماس دي الحاجة اللي الفرسان بفضلوا يدرب عليها طوال عمرهم. المعركة كانت بتسخن بسرعة، وهو رفض يوقفها لأنه محتاج يعرف القوة الحقيقية لكل وحدة. آشا كانت سريعة جدا،
لكن فجأة لاحظت أن سينا بدأت تجمع كمية ضخمة من المانا في إيدها، وفي لحظة وقفت هجوم آشا وضربت الرمح مباشرة. إيريل تفاجأ لأنه متوقعش الهجوم بالحواس، لكن بعينها كانت تتحرك بغريزة وحش مفترس، وده خلى دفاع آشا بينهار للحظة. وسينا استغلت الفرصة وهجمت فورا. إيريل ركز جيدا، ولو الهجوم كمل هيبقى صعب على آشا الدافع. هي ماسكة الرمح والمسافة بقت قصيرة جدا، لكن في آخر لحظة آشا استخدمت رجلها ووجهت ركلة سريعة. سينا ظلت ترجع. إيريل رفع حاجبها بدهشة، ما كانش متوقع أنها تمتلك حركة وسرعة بالشكل ده. سينا ضحكت وقالت الركلات دي زيادة شوية. آشا ردت فورا الكلام ده مالوش معنى، وهنا قتال سخن أكثر. الاثنين وقفوا قدام بعض تاني، والهالة خارجة منهم بقت ثقيلة بشكل مخيف. إيريل حس أن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة. الهالة بقت كثيفة جدا، ولو استمروا مش هيقفوا غير لما حد فيهم ينزل. بس رغب على صوته وقال كفاية، وقفوا حالا. أول ما سمعوا صوته وقفوا فورا. اتجه ناحيتهم وقال أنا شفت كل اللي محتاج أشوفه دلوقتي، فهمت نقاط القوة والضعف عند كل واحدة فيكم. الاثنين يسألوا بسرعة إزاي نتحسن، وبدأ يشرح. قال لي آشا أنا مستعجلة جدا، بتعتمد على السرعة أكثر من اللازم. أما سينا فمشكلتها أنا متعودة على القتال القريب، وده بيخلي قراراتها أوقات تتلخبط. آشا افتكرت حاجة وسألته هو أنت فعلا دربت الأميرة كينيا؟ وسألته عشان يعرف يدربه بنفس الطريقة. ابتسم وقال أكيد، دلوقتي بقيتوا حراسي الشخصيين ولازم تبقوا أقوى بكتير، ولا إيه؟ مش عايزين؟ آشا ردت فورا أنا مستحيل ترفض. أما سينا فقط بخجل، أنا كانت خايفة تكون بتتعبه. وضحك وقال ولا تعب ولا أي حاجة، دي مسؤوليتي. طول ما أنتم معايا أخليكم أقوى نسخة من نفسكم. وبعدين أعلن بداية مرحلة جديدة تماما، برنامج تدريب فرسان إيريل الخاص، وأخذهم لفصل الدراسي. سينا بصت حواليها باستغراب وسألتها وإحنا نتدرب هنا فعلا؟ المكان صغير جدا. ابتسم وقال مين قال أننا نبدأ القتال؟ الأول عندنا شوية دروس مهمة. إيريل بص لهم وقال جاهزين نبدأ؟ وبعدين طلع كتابه ومتسم. الكتاب ده مش أي كتاب، ده الدليل السري اللي كتبها بنفسه، واللي فيه كل أساسيات اللي أي شخص نفسه يبقى فارس حقيقي. في دماغه كان بيفكر لو طريقة دي نجحت فعلا ممكن نبيع الكتاب ده بعدين لباقي الفرسان. الراجل حتى وهو بيدرب بيفكر في مشروع جانبي. آشا مسكت الكتاب وبدأت تقرأ، لكن بعد شوية رفعت رأسها وقالت في حاجة مش فاهماها، ليه لازم نخلي المانا تلف في الجسم علشان الهالة تبقى أقوى؟ أما سينا فكانت في عالم تاني خالص. قالت بكل براءة أنا بصراحة ما فهمتش أي حاجة. إيريل وقف ساكت كم ثانية، وبعدين خبط طباشير في السبورة وقال ولا يهمكم، كنت متوقع كده. هو أصلا عارف أن كتاب واحد مستحيل يخليهم يفهموا حاجة معقدة بالشكل ده. الاثنين بصوا له وقالوا أنه قاسي جدا، لكن إيريل بدأ يشرح بهدوء. قال أن كل شخص جسمه بيقدر يخزن كمية مختلفة من المانا، وكمان جسم كل واحد في مسارات خاصة بمرور الطاقة. ولو حبينا نبسطها تخيل جسمك زي قنوات الصرف الصحي. المانا هي المياه، ولو الشبكة كانت مسدودة مهما زودت المياه مش هتوصل للمكان الصح. وأوضح أن المشكلة عند آشا وسينا أن مسارات المانا عندهم لسه مقفولة جزئيا، ولو حاولوا يقلدوا من غير ما يفتحوا المسارات دي أولا هيبقى الموضوع خطير جدا. وسكت لي لحظة وبعدين خبط السبورة بقوة وقال عارفين يحصل إيه؟ وقال بكل جدية كل حاجة تبوظ، ولو الطاقة مشت بطريقة غلط مش تعرفوا تستخدموا الهالة، ده ممكن تدخلوا في انحراف الطاقة وجسمكم هينهار وتبقوا شبه جثة. الكلام وقع عليهم زي الصاعقة. سينا بدأت ترتعش فعلا، لكن أريل هداهم بسرعة وقال ما فيش داعي للخوف، المطلوب منكم دلوقتي حاجة واحدة بس، أنهم يتعلموا إزاي يخزنوا المانا كل يوم ويخلوا الطاقة تتحرك داخل جسمهم بشكل طبيعي وصحيح. وبعدين حط إيده على صدره وقال بكل ثقة لو اتقنتوا الخطوة دي طريقة استخدامكم للهالة هتتغير تماما، وأنا ضامن لكم ده. آشا وسينا بصوا لبعض بحماس وقالوا لهم كانوا متوقعين اصلا ان ايريل هيكون عندها طريقه خارقه زي دي. ايريل خلع الجاكيت وقال تمام، بما انكم فهمتوا الاساس يبقى يلا نبدا التدريب. لكن المفاجاه ان التدريب مش هيكون جماعي، والوحده اختارها كانت سينا، وهو كان شايف ان اكبر نقطه ضعف عندها انها مش تعرف تتحكم في الهاله بشكل مطلوب. سينا ابتسمت وقال بثقه انا اصلا بعرف استخدم الهاله كويس. وفعلا جمعت الهاله في ايد واحده، وايريل هز راسه وقال حلو، دلوقتي اعملي نفس الحاجه في الايد الثانيه وكمان الرجلين، وكل ده في نفس الوقت. اول ما حاولت اتلخبطت تماما، الهاله كانت بتختفي وترجع وتركيزها بيتكسر كل ثانيه. واريل كان بيتفرج بهدوء لانه كان متوقع النتيجه دي من البدايه. هو عارف ان سينا متعوده تركز كل طاقتها في مكان واحد فقط، وده طبيعي عند اغلب الفرسان لان استهلاك الهاله عالي جدا، فاي حد بيحاول يوفرها ويحطها في المكان اللي يحتاجه وقت القتال. لكن بالنسبه لايريل الطريقه دي ناقصه جدا. بعد شويه سينا قعدت على الارضيه بتنهج وقالت مش قادره، حسن عقلي مش مستحمل يركز على الجسم كله. اريل ابتسم وقرب منها ومسك ايدها بهدوء وقال طيب نجرب طريقه ثانيه. سينا توترت شويه لكن ثابت نفسها مع تعليماته. ايريل قال لها بدل ما تركزي على الطاقه نفسها ركزي على احساس جسمك، واضاف حسي بدرجه حراره ايدك وحاولي تخليك تركيزك هناك، يعني بدل ما تراقب المانا راقب بالاحساس اللي بيوجهها. كانت حيله بسيطه لكن عبقريه في نفس الوقت. سينا قفلت عينها واخذت نفس عميق وبدات تركز بكل حواسها. ثواني قليله وفجاه الهاله بدات تنتشر في ايدها الاثنين مع بعض. ايريل فضل ساكت وهو بيتابع، ولما فتحت عينها اتصدمت، ايدها بالكامل كانوا مغطين بالهاله. نجحت
سينا ما قدرتش تمسك نفسها وبدأت تضحك وتفرح زي الأطفال وهي بتقول أنا عملتها أخيرا نجحت. ومن شدة فرحتها مسكت إيد إيريل وقالت إيدك ناعمة أوي. غريبة جدا. إيريل جمد مكانها للحظة وحس بإحساس غريب وبسرعة سحب الموضوع وقال لها بطلي هزار وركزي في التدريب. سينا كانت لسه مركزة بكل قوتها وفجأة الهالة بدأت تزيد حوالين جسمها وكثافتها بقت أعلى من أي وقت فات. فتحت عينيها فكانت منورة من الفرحة. ابتسمت ابتسامة كبيرة وقال بحماس دلوقتي فهمت. واضح أن ده اللي بيحصل لما الواحد بيمسك إيد الأمير. أول ما إيري سمع الجملة دي وقع على الأرض من الصدمة ودماغه قال يا نهار أبيض أنا شكلي علمتها حاجة غلط. لكن بعد ثواني خد نفس عميق وقال لنفسه خلاص المهم أنا نجحت. بس استنى التدريب لسه ما خلص. دلوقتي أدور على آشا. إيري كان قاعد فوق جسمها وهي بتعمل تدريب التحمل وقال لها بهدوء أنت أكبر مشكلتك أنك مستعجلة. وشرح لها أن أثناء القتال اللي فات أول ما سينا قربت منها لقلتها فورا من غير ما تفكر وهذا كان قرار غلط لأن سينا أصلا أقوى منها في القتال القريب فليه تدخل معها في نوع قتال هي متفوقة فيه وهذا أكبر خطأ ممكن يعمله أي مقاتل. يعني كمل وقال أهم حاجة في أي معركة أنك تبذل هادية مش كل هجوم لازم يترد عليه في نفس اللحظة وأوقات الهدوء أقوى من القوة نفسها. آشا كانت غرقانة ومرهقة جدا فسألتها وهي بتنهج هو عشان كده بتخليني أتدرب بالطريقة الغريبة دي؟ إيري اللي كان لسه قاعد فوق دارها رد بكل هدوء بالضبط. آشا كانت ماشية بالعافية وقالت هي بتترنح أنا ما بقاش حاسب أي حاجة غير وزن الأمير فوق ظهري. إيري الهزاز وقال ركزي أكتر كملي ما حد الإحساس ده بيختفي لوحده. وبعدين أضاف لازم توصلي لمرحلة مهما كان اللي حواليكي جيزك ما يتكسر. آشا أخذت نفس عميق وقالت فهمت. لكن في مكان تاني خالص كان في حاجة أخطر بتحصل. في أحد القصور وصلت رسالة لسه غامضة. أول ما فتحتها اكتشفت أنها تقرير كامل عن إنجازات الأمير أريل. بدأت تقرأ وعرفت أنه في الفترة الأخيرة ساعد الملك في كده مهام مهمة جدا. في الأول افتكرت أنه مجرد طفل موهوب لكن كل ما كملت القراءة ملامحها تغيرت وقال ببرود الولد ده بقى خطر. وبدون أي تردد ولعت النار في الرسالة لحد ما تحولت لرماد وقالت أنا أتعامل مع الموضوع بنفسي. وهنا تبدأ الكارثة. رجعنا بالليل وآشا كانت لسه بتدرب قدامها شجرة لكن الشجرة دي كانت متقسمة نصفين. وقفت تبصلها وهي بتفكر وهذا أن ده فعلا مستوى تلميذ الأمير. كل يوم بيعدي كانت بتحس أنها أقوى من اليوم اللي قبله. والغريب أن تدريبات أريل مش معقدة بل بالعكس أول ما تفهم الفكرة كل حاجة بتبدأ تمشي لوحدها. لكن غير كده كان في سؤال محيرها هل أنا فعلا أستحق كل ده؟ أريل الأمير من عائلة الملكة أما هي فكرت من عيلة نبيلة لكن العيلة دي انتهت تقريبا. ومن هنا بدأت تتذكر الماضي. زمان عيلتها كانت عايشة في قرية صغيرة بهدوء مش أغنياء لكن حياتهم كانت مستقرة لحد اليوم اللي وحوش هجمت فيه القرية. كل حاجة تحولت للجحيم. أبوها وقف عند الباب بكل قوته بيمنع الوحوش تدخل وكان بيصرخ اهربوا المكان مش هيستحمل. الخدم كانوا بيشدوا آشا عشان تهرب لكن هي كانت بتصرخ وبتعيط كانت عايزة ترجع تساعد أبوها. لكن قبل ما الباب ينهار أبوها بص لها آخر مرة وقال من النهاردة مسؤولية العيلة كلها بقت عليكي. الكلمات دي فضلت محفورة في قلبها لحد النهاردة. بعد الكارثة كل النبلاء اللي كانوا أصحاب للعيلة اختفوا ولا واحد فيهم وقف جنبهم. كلهم سابوهم في أصعب وقت. ولما بقت لوحدها ما لقاش قدامها غير طريق واحد انضمت لفرسان المملكة عشان تقدر تعيش. وبسبب موهبتها الكبيرة في القتال قدرت تتعلم الهالة بسرعة وتعينت في الفرقة 15 من الفرسان الملكيين. وده كان أسوأ مكان ممكن أي فارس يروح له. فرقة سمعتها سيئة ومليانة ناس مستواهم ضعيف. لكن الأسوأ من كل ده كان القائد نفسه راجل كسول وعديم الكفاءة ورغم سنها الكبير لسه مجرد مبتدئ في استخدام الهالة. وكل منصب اللي وصله بسبب معارفه مش بسبب قوته. وكل شوية كان بيقول لآشا تعالي هعمل لك تدريب خاص. كان يحاول ياخذها لأماكن ما فيهاش حد وحاول أكثر من مرة يجبرها تقرب منه لكن عمرها ما حست بالأمان وهي معه. وفجأة آشا ضربت شجرة قدامها بكل قوتها. الشجرة انقسمت لنصفين وأخذت نفسها بغضب وقالت المرة الجاية اللي أشوف فيها الرجل ده أقطعه هو كمان نصين. كانت أصلا قدمت عشان تبقى الحارس الشخصي للأمير لأنها كانت يائسة. وبعد كل مرة بيه أخيرا أريل هو اللي اختارها بنفسها. رفعت رأسها وبصت للسماء وابتسمت لأول مرة من قلبها وقالت لنفسها من يوم قابلت الأمير حياتي بدأت تتغير فعلا. ومن جوا وعدت نفسها أنها لازم ترد لها الجميل بأي طريقة. لكن آشا ما كانتش الوحيدة اللي حياتها تغيرت. سينا كمان كانت بتفكر في نفس اللحظة. هي كمان كانت شايفة أن فرصة تبقى حارس شخصي للأمير كانت آخر فرصة تنقذ فيها حياتها. كانت الصبح بدري كانت صحيت قبل الكل كالعادة وأثناء ما هي ماشية قابلها كبير الخدم وابتسم وقال لها واضح أن حراس الأمير بيصحوا بدري قوي. سينا ضحكت وقالت لا والله أنا بس لسه متعودة على شغلي جديد. وبكل احترام قالت له صباح الخير أتمنى يكون يومك جميل. لكن من هي سينا أصلا؟ المفاجأة أنها جاية من عيلة مرتزقة وعيلتها من أجيال طويلة وهي عايشة شغل مرتزقة. ما كانوش تابعين لأي مملكة ولا لأي دولة. كانوا قبيلة بتنتقل من مكان لمكان. ورغم الحياة الصعبة كانت سعيدة جدا وسط عيلتها. وفي يوم أبوها ناداها وقال لها لازم نتكلم. وبدأ يحكي لها أن آخر حرب كبيرة ضد الإمبراطورية خلصت من حوالي 30 سنة
ومن ساعتها شغل مرتزقة بقى يقل سنة بعد سنة، وقال لها هيجي يوم ومش هيبقى فيه شغل ناس زينا، عشان كده طلب منها تسيب القبيلة وتخرج تشوف العالم. أما الجيل الكبير هيفضل مكمل حياته هنا، لكن شباب لازم يلاقوا طريق جديد. سينا ابتسمت وقال أنا عمري ما أخالفك، ووافقت على كلامها من غير تردد. هي أصلا كانت بتحب السفر، كما تدريبات الفرسان ما كانت صعبة عليها، لكن اللي حصل بعد كده كان أسوأ كابوس. عندما كانت في تدريب وصلها خبر موت أبوها بسبب صراع مع اللورد فاسد. سينا افتكرته وابتسمت بحزن، كانت دايما شايفاها طيب زيادة عن اللزوم، لكن اكتشفت أنها طالعة شبهها جدا. برغم قوتها ما كانش عندها خبرة كبيرة في خبط الناس. وفي أحد الأيام شافت واحد من المسؤولين بيستغل منصبه، كان بيقبض على قرويين أبرياء ويعاملهم كأنهم قطاع طرق، بل وكان مستعد يقتلهم كمان. سينا ما قدرتش تسكت، راحت له وضربتها لكمة قوية جدا لدرجة أن راسها تخبط مع الترابيزة، ومسكت شعره وهي بتزعقه انت اتجننت، ازاي تعمل كده في ناس ابرياء؟ الرجل فضل يصرخ ويطلب النجدة، اما هي فكانت هادئة بشكل غريب. صفرت وهي ماشية وقالت لنفسها انها مش ندمانة على اللي عملتها، وبالعكس كانت مرتاحة. ومن بعدها فضلوا ينقلوها من مكان لمكان ويحطوها في اخطر المهمات، لحد ما في يوم قررت تقدم طلب تلقى فارسة منافقة. وهنا حصلت المفاجأة، الامير اريل بنفسه اختارها وقال لها انه سعيد جدا انها تشتغل معه. ولما افتكرت اول ايام تدريب وكل لحظة اللي قضتها مع امير ابتسمت من قلبها، قالت لنفسها انا فعلا محظوظة. اريل يمكن يبان كسول لكن عمره ما كان متكبر، وبالعكس كان بيعامل الكل باحترام. ولسبب هي نفسها مش فاهمة، كل ما تبص لايدها تحس باحساس غريب، كانت فاكرة قد ايه ايدها الناعمة لدرجة انها كانت عايزة تلمسها تاني. اول ما الفكرة دي جت في دماغها وشها احمر بالكامل. دي كانت اول مرة تحس بالاحساس ده، لكنها هزت دماغها بسرعة وقالت أن أهم حاجة مش كده، أهم حاجة أن الأمير شخص طيب وساعدها تبقى أقوى، وهذا دين عمرها ما تعرف ترده. في نفس اللحظة عاشا كانت بتفكر بنفس الطريقة تقريبا، وفجأة الاثنين قالوا في نفس الوقت نحمي الأمير مهما حصل. فكان القرار ده بداية ولائهم الحقيقي. وبعد ما حصل كل ده وصلوا قدام بيت الأمير، ورغم أن إيرين مش أقوى شخص في السحر ولا الأفضل في الفنون القتالية، إلا أنه كان بيعمل حاجات مستحيل حد يتوقعها. اخترع منتجات نادرة خلت الاقتصاد بالمملكة يكبر بشكل ضخم، ودرب الأميرة الثانية وخلاها توصل لمستوى خبير الهالة، كل ده بمجرد تعليمات. من هنا الناس بدأت تطلق عليه لقب النعمة العظيمة للمملكة. لكن المفارقة المضحكة أن صاحب كل الإنجازات دي كان نايم على كرسي بكل راحة وبيشرب حاجة ساقعة ويبتسم وبيقول ما فيش حاجة أحسن من أني ما أعملش أي حاجة. إيرين كان وقتها عنده 13 سنة، وكل مجهوده الحقيقي كان بيحطه في أنه يلاقي طريقة يشتغل أقل. إيرين حرفيا كسلان من الدرجة الأولى. وفي نفس الوقت داخل القصر الملكي كان في اجتماع صغير بيبدأ، والموضوع الأساسي فيه هو التحضير لعيد ميلاد أريل الرابع عشر. لكن واضح أن الاجتماع ده مش هيكون مجرد احتفال عادي. وهنا وقف الكونت تينفيس وقال الأمير الثالث بقى مشهور بسرعة رهيبة، إنجازاته بقت معروفة في كل مكان. احتفال زي ده يعتبر فرصة ممتازة. الملك فيل بص له وسأله أنت تقصد إيه بالضبط؟ الكونت أخذ نفسه هادي وقال هل لسه في أراضي مناسبة متاحة؟ وفجأة القاعة كلها سكتت. الملك فهم قصده فورا وضرب الطاولة بنظرة حادة وقال أنت بتقترح أن إيريل يحصل على إقليم خاص به؟ لكن المفاجأة أن كل الموجودين تقريبا وافقوا وقالوا أنا ما حدش عنده اعتراض. وفي النهاية إنجازات الأمير الثالث أثرت على اقتصاد المملكة بالكامل، لكن كل ما كانوا بيتكلموا غضب الملك كان بيزيد. وفجأة ضرب الطاولة بقوة لدرجة أن الكل سكت، وفي سره كان بيفكر عمري ما تخيلت أنهم بيحاولوا يبعدوا ابني بالشكل ده. لكن تينفيس كمل كلامه وقال المشكلة مش هنا بس، اسم الأمير الثالث بقى معروف حتى خارج المملكة، وفي شباب نبلاء كتير بقوا بيدعموه أكثر من ولي العهد. وهنا الجو بقى أثقل بكتير. الملك ضرب الطاولة مرة ثانية، لكن المرة دي الهالة كان طالع من إيده من شدة الغضب وصرخ كفاية هورا، قلت 1000 مرة أن ولي العهد هو الوريث الشرعي للعرش، وبعدين إيريل أصلا مش مهتم بالعرش. لكن الدوغجاس رفع إيده وقال المشكلة مش في الأمير نفسه، المشكلة في الشائعات التي انتشرت. الرأي العام بدأ ينقسم، وإحنا كلنا عارفين الانقسام ده ممكن يوصل ليه. أول ما بدأ يلمح أحداث قديمة حصلت في عهد الملوك سابقين، الملك قاطع فورا وقال بصوت حاد ما تكملش. لكن اللي حصل بعد كده قلب الدنيا. أحد الخادم دخل وهو شايل كومة ضخمة من الأوراق كلها رسائل وتوصيات وطلبات من نبلاء المملكة. والغريب أن كل الرسائل تقريبا بيدخلون نفس الكلام، أن وجود أمير ثالث داخل العاصمة ممكن يهدد استقرار العائلة الملكية، وأنهم بيقترحوا منح إقليم مستقل. الملك قلب الأوراق واحدة واحدة وبدأ يلاحظ أنهم كلهم بيحاولوا يضغطوا عليه في نفس الاتجاه، هم بيحاولوا يبعدوا إليه لأقصى مكان ممكن. وبعد لحظات طويلة من الصمت رد عليهم وقال فهمت رأيكم وسأفكر في الأمر، ولو عندكم اقتراحات لأقاليم مناسبة قدموها لي. وبكذا انتهى الاجتماع. لكن مفاجأة حقيقية كانت لسه مصابية. في نفس اللحظة تقريبا كان إيريل قاعد في أوضته بيقرأ رسالة سرية وصلته من داخل الاجتماع. قرأ التفاصيل كلها ورمى الرسالة على المكتب ورجع بظهره للكرسي وقال بهدوء كنت عارف أن الاجتماع هينتهي بالشكل ده، هم عايزين يبعدوني، وده كان واضح جدا. الكل بقى خايف من نفوذه وخايف من الشعبية اللي بيكسبها كل يوم. لكن فجأة حط إيده على وجهه وبدأ يضحك
ضحكة صغيرة في الأول وبعدين أكبر، وفجأة قفزت من مكانها وصرخ بصوت عالي: أخيرا هيبقى عندي إقليم خاص بي. أي حد يسمع الكلام ده هيستغرب، لكن الحقيقة أن ده كان هدفه من البداية. أيوة، كل إنجازات اللي عملها وكل اختراعات كان جزء من خطة طويلة عشان يوصل للحظة دي. هو أصلا عمره ما كان عايز العرش ولا السلطة ولا الصراعات السياسية. بالنسبة لي كل الارستقراطيين دول كانوا عبارة عن صداع متحرك على رجلين. كان شايف أن امتلاك إقليم خاص به أحسن ب100 مرة من العيش وسطهم. فضل يضحك بصوت عالي لدرجة أن صوته وصل برا البيت كله. وأخيرا الحلم قرب يتحقق، لكن في مشكلة صغيرة جدا. المكان اللي اختاروا ليه كان اسمه فاهيليا، ومن أول ما تسمع الاسم تحس أن في مصيبة جاية. دي منطقة طول السنة تقريبا مغطاة بالثلوج، الجو فيها قاتل، ولو حد دخلها من غير استعداد احتمال كبير يتجمد ويموت قبل ما يعرفوا هو رايح فين أصلا. لما عرف التفاصيل إيريل تنهد، لأن الزراعة هناك تبقى كابوس حقيقي والحياة نفسها مش سهلة. لكن بعد شوية هز كتفه وقال خلاص القرار اتخذ. ثم قفل الكتاب اللي قدامه وبدأ يحسب الوقت. بعد شهر واحد بس هيكون احتفال البلوغ، وبعدها مباشرة هيتحرك لإقليمها الجديد وهيقعد هناك سنة وشهر كامل. وده معناه أن عنده وقت محدود جدا، لازم يجهز كل حاجة من دلوقتي. ولما رفع عيني عن المكتب لقى مجموعة من الأشخاص واقفين قدامه مستنين أوامره. وهنا أدرك أن مرحلة جديدة من حياته بدأت فعلا. إيريل باص لكل الناس اللي واقفين قدامه وقال بصوت جاد: زي ما كلكم عارفين أن حد يبقى مستقل بإقليمه الخاص مش بس لعبة. الموضوع ده لازم له استعداد فعلا. وبعدين وضح أنه يحاول يلاقي مناصب جديدة لأي حد مش هيقدر يروح معاه، أما اللي قرروا يكملوا معاه فلازم يشتغلوا بدقة ومن غير أي أخطاء. الكلام ده رفع معنوية الكل بشكل واضح. وفي الحقيقة أغلب الموجودين كانوا حاسمين قرارهم بالفعل. فريق الكيميائيين والمساعدين وحتى باقي العلماء كلهم كانوا عايزين يكملوا معاه مهما حصل. لكن المفاجأة سينا تنهدت وقالت: بس ليه فاهيليا بالذات؟ إيري رفع حاجبه وسأله: فيها مشكلة؟ سينا هزت كتفها وقالت: مش مشكلة كبيرة، أنا قضيت هناك سنة قبل كده. وهنا افتكرت أنا أصلا سافرت تقريبا كل المناطق الخطيرة في المملكة. فكمل يسألها باهتمام. سينا قالت: المكان مش خطير بالشكل اللي الناس متخيله، هو بس ساقع شوية. إيريل بص لها باستغراب وقال: بس كده؟ فردت بسرعة: وما فيش وحوش كتير، يعني من ناحية الخطر الوضع آمن نسبيا. لكن من طريقة كلامها كان واضح أنها بتحاول تلطف الحقيقة. وهنا فهم كل حاجة. المشكلة مش الوحوش، المشكلة أن المكان مجمد حرفيا، لدرجة أن حتى سينا نفسها كانت متحفظة وهي بتوصفه. وساعتها فقط فهم ليه النبلاء اختاروا المكان ده بالذات. فرجع للخلف على الكرسي وقال بكل هدوء: بصراحة ده أحسن مما توقع. إيريل كمل كلامه وقال: أنا كنت متوقع يرموني في منطقة مليانة وحوش أو فيها تنانين تشويني وأنا ماشي، لكن مجرد برد دي تعتبر رحمة منهم. وهو كان مقتنع تماما أن النبلاء كانوا عايزين يبعدوه، لكن على الأقل مش بيحاولوا يقتلوه بشكل مباشر. وده بالنسبة له كان خبر ممتاز. ولما رفع عينه لقى آشا وسينا بيعيطوا، فاستغرب وسأل: انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ وفجأة الاثنين اعلنوا بكل جدية: مهما حصل هنفضل نحميك وهنكون معك حتى النهاية. إيريل تفورا وقال: استنوا، انتوا فاهمين الموضوع غلط تماما. لكن واضح انهم كانوا عايشين فيلم تاني خالص. بعد شوية كانت آشا وسينا واقفين برا الغرفة. آشا بصت لها وقالت: ليه ما تقوليش حقيقة؟ سينا سألتها: تقصدي ايه؟ فردت: انت خففتي الكلام جدا. سينا ضحكت بخفة وقالت: حتى الامير لاحظ ده. ثم اكبرت بصراحة اكثر: المكان فعلا متجمد، ما فيهوش تقريبا اي حاجة، كأنه صحراء بس من ثلج. آشا سكتت، اما سينا فكملت: الفرسان بيقدروا يعيشوا هناك سنة كاملة لسبب واحد، ان الوحوش نفسها مش قادرة تتحمل البرد. وهنا بدأت آشا تقلق فعلا. لكن سينا ابتسمت وسألتها: انت شايفة نفسك تقدري تعيشي هناك؟ آشا ردت فورا: باطلي هزار، حتى لو كانت أسوأ بقعة في العالم أنا هتبع الأمير. ثم أضافت وهي متضايقة: بس عمري ما توقعت أن النبلاء هيوصلوا لكده. سينا فضلت ساكتة شوية وبعدين قالت بثقة غريبة: ما تقلقيش، كل حاجة هتبقى تمام. آشا استغربت وقالت: وأنت متأكدة مني؟ ردت بابتسامة وقالت: من عيني، كل مرة أبص لها فيها بشوف ثقة، عمره ما كان يائس وعمره ما فقد هدوءه. وده معناه أنه أكيد مجهز خطة احنا لسه مش نعرفها. الكلام ده طمن آشا شوية. وفي النهاية قررت تبعث رسالة لأهلها، وسينا قررت تعمل نفس الشيء. أما من الناحية الثانية صاحب الخطة بنفسه كان مشغول جدا. إيرين من ساعة ما عرف القرار وهو شغال بدون توقف، أوراق وحسابات وترتيبات، لحد ما أخيرا خلص كمية ضخمة من الوثائق وبس المشروع اللي قدامه. والنتيجة كانت ممتازة. رجع بظهره للكرسي وحط إيده على رأسه وأخذ نفس طويل. لكن فجأة ظهر موضوع جديد في دماغه، موضوع أهم من الإقليم نفسه، وهو أمه. رغم أنها لحد دلوقتي ما قالت أي حاجة، إلا أنه متأكد أنها متألمة من جواها. بدأت تمشى في الأوضة رايح جاي. أنا طلبت من الكل ما يقولوش تفاصيل فاهيليا، لكن تعيش هناك إزاي، خصوصا بعد اللي حصل مع كينيا ومحاولة الهجوم السابقة. هو مش قلق على نفسه، هو قلق عليها. وقف فجأة مكانه وكأن فكرة لمعت في دماغه وقال: أنا محتاج وسيلة تواصل، حاجة أقدر أكلمهم بها مهما كانت المسافة، كرة اتصال سحرية بعيدة المدى أو أي وسيلة ثانية. واضح أن تجهيز الإقليم مش هيكون أصعب تحدي قدامه. وبدأ أول خطوة حقيقية نحو الحياة اللي كان يحلم بها. وبالفعل استدعى فريق السحرة. كان محتاج ساحر مفيد يساعده في المشروع الجديد. وهنا ظهر بيان مع طلابه. إيريل طلع
ورقة تصميم غريبة وحطها قدامه وقال أن الموضوع لازم يفضل سري. أول ما الساحر شاف التصميم اتصدم، بص للأمير وسأله أنت اللي صمم ده بنفسك؟ التصميم كان نسخة مطورة من أثر سحري معروف بيقوي العقل والتركيز، لكن النسخة الجديدة أقوى بمرتين وتكلفتها أقل ب10 مرات تقريبا. الرجل ما كانش مصدق اللي شافه، لكن لما سأله إذا كان يقدر يصنعه رد فورا أنه يقدر، بس كان متردد شوية لأنه كان بيطور اختراع تاني خالص. إيريل ساعتها استخدم السلاح السري وهو الفلوس، طلع كيس ذهب وبعدين كيس تاني وثالث لحد ما الرجل وطلابه بقوا باصين لترابيزة وكأنهم شافوا كنز أسطوري، وقال لهم دي للرسوم السرية ودي للمعدات ودي للمستقبل. في اللحظة دي الولاء ارتفع 100%، حتى هو اعترف بينه وبين نفسه أن أسهل طريقة تكسب بها الناس هي أنك تدفع كويس. بعد أيام قليلة رجع الساحر ومعه النموذج الأولي وعالم بفخر خلصنا قلادة جريس إيش. أول رد فعل إيريل تعصب وقال مين قالكم سموها كذا، لكن بعد ما فحصها انبهر، الجودة ممتازة والوقت اللي صنعت فيه أسرع من المتوقع. فسأل الساحر تقدر تصنعون منها كمية كبيرة؟ الساحر سأله قد إيه؟ رفع 5 صوابع. الطلاب افتكر أنه عايز 5 قطع بس، لكن بعدها مباشرة قال احتاج 50 وحدة كبداية، وصدمة ضربت الجميع. أما الساحر فاكتفى بابتسامة وقال سيبها علينا. بعد ما خلص موضوع القلادات كان إيرين مسافر مع آشا لمكان غريب شوية. آشا سألته احنا رايحين فين؟ رد بهدوء لو احتجتي حاجة هقول لك، بس المرة دي عايز اختار حاجة بنفسي. آشا ما فهم ايش قصده وسألته إذا كان ناوي يشتري حاجة، وأنا قال جملة غريبة أيوة رايحين سوق العبيد. أول ما سمعت الكلمة وجهها تغير فورا وبدأت تتخيل أسوأ سيناريوهات ممكنة. في خيالها الأمير بقى شخص شرير قاعد يصرخ على العبيد ويجبرهم يشتغلوا طول اليوم وهو بيضحك ضحكة شريرة لدرجة أنه اضطر يصرخ فيهم. وبعدين قال لها بطلي تفكير، خيالك واسع شوية، أنت إزاي فكرتي فيا بالشكل ده أصلا؟ عشان اعتذرت بسرعة لكن الموقف كان محرج جدا. بس استنى اللي جاي أغرب بكتير، لأن أول ما وصلوا السوق إيريل تفاجأ. المكان ما كان شبه الصورة المرعبة اللي كان بتخيلها، كان منظم بشكل كبير ونظيف بشكل غير متوقع. عشان شرحت أن الإدارة هناك صارمة جدا لأن أي مرض أو مشكلة ممكن تسبب كارثة كبيرة، وإيريل بدأ يفهم أن النظام شغال بطريقة مختلفة من اللي كان متوقعه. في اللحظة دي ظهر رجل واستقبلهم باحترام، عرف ناس باسم إيان ورحب بالأمير بنفسه وقال أن السوق ده يعتبر أكبر سوق عبيد في المملكة. إيريل طلب منه يتعامل معه كزبون عادي، لكن إيان فضل محافظ على احترامه شديد وبدأ ياخذه في جولة داخل المكان. وهو ماشي إيان كان بيشرح كل العمليات هناك وأن كل حاجة موثقة ومنظمة. إيريل كان مركز في كل تفاصيل وبدأ يسأل أكثر عن طبيعة الناس الموجودين هنا. وهنا آشا شرحت نقطة مهمة، قالت أن أغلب الموجودين مش مجرمين أصلا، في ناس فقدت ممتلكاتها وفي عائلات انهارت ماليا وفي ناس اختارت الوضع ده بدل ما تموت من الجوع. إيان أكد كلامها وقال أن المجرمين موجودين فعلا لكن نسبتهم قليلة، أما الباقي فظروف الحياة هي اللي وصلتهم للمكان ده. إيريل فكر للحظة وكان واضح أنه بيجمع معلومات أكثر من كونها شيء بيشتري وخلاص. بعدها جلس إيان وسأل سؤال مهم، حضرتك محتاج نوع إيه من العبيد؟ إيريل رد فورا محتاج عدد كبير. عيون التاجر لمعت فورا، واضح أن الصفقة هتبقى ضخمة. فسأله كم شخص تقريبا تحتاج؟ رد الأمير بكل هدوء 150 شخص. في ثانية واحدة إيان جمد مكانه وبدأ يقلب في الأوراق بسرعة وهو بيحاول يتأكد أنه سمع الرقم صح، حتى هو مش متوقع الرقم الضخم ده. لكن بعد مراجعة السجلات أكد أن العدد متوفر لأن عندهم فروع ومرافق في أماكن تانية كمان. بعدها سأل بفضول حضرتك محتاج كل الناس دي ليه؟ إيريل ضحك وقال ما تقلقش مش ناوي أعمل أي حاجة غريبة، لكن الحقيقة أنه كان عنده شرط محدد جدا، شرط غريب لدرجة أنه فاجأ إيان نفسه. قال أنه عايز الناس يكونوا في مجموعات صغيرة من 4 إلى 5 أفراد، يفضل يكونوا عيلة واحدة أو جيران أو أصحاب يعرفوا بعض من زمان. إيان استغرب جدا من الطلب لأن أغلب المشترين كانوا بيدوروا على أقوى الأشخاص أو أصحاب المهارات النادرة، أما إيريل فكان يدور على حاجة مختلفة تماما. إيان فكر شوية وقال إن الطلب مش سهل لكن مش مستحيل. وبعدها سقف بإيده وفجأة دخل كم موظف شايلين جبل من الملفات وحطوه قدام إيريل. إيان ابتسم وقال اتفضل اختار براحتك. إيريل بدأ يقلب في الملفات بسرعة لكنه كان مركز على حاجة معينة جدا، طلب مني إيان يساعده يدور على الناس اللي عندهم على الأقل قدرة بسيطة في القراءة والكتابة. وبعدين سأل سؤال مهم، تقدروا تبعتهم لأي مكان محددة؟ إيان أكد على موضوع سهل جدا. أول ما سمع إجابة ابتسم وقال تمام الصفقة تمت. وبمنتهى الهدوء نادى على آشا وقال لها هاتي الفلوس. آشا طلعت كيس كبير وحطتها قدام إيان. أول ما الرجل شاف المبلغ وشه نور حرفيا وقعد يضحك وهو بيأكد أن الأمير من النهار ده هيبقى عميل VIP عندهم. أما إيريل فكان مقتنع كالعادة أن الفلوس أسرع طريقة تخلي أي شخص يمشي بسلاسة. بعد ما خرجوا من السوق آشا ما قدرش تمسك نفسها أكتر، سألتها مباشرة حضرتك ناوي تعمل إيه بكل الناس دي؟ إيريل بص من شباك العربية للحظة وبعدين لف ناحيتها بابتسام وقال أسكنهم في إقليمي الجديد. آشا استغربت فكمل كلامه وقال أنا فاهيليا شبه فاضية أصلا، ما فيش فائدة تبقى لورد على أرض ما فيهاش ناس. نكشف جزء من خطته، طلع قلادة اللي صنعهم قالوا أنه ناوي يوزع 50 قطعة أي قطعة لكل عائلة، وبوسط قلادة دي هيقدر يعلمهم ويطور مهاراتهم بشكل أسرع. آشا سكتت لحظة وبعدين فهمت أخيرا. كل وقت ده كانت فاكرة أنه رايح يشتري عبيد لأسباب ثانية لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. إيريل نهد وقال لها عشان كده بطيء تتخيلي حاجات غريبة، لكن المفاجأة الحقيقية كانت هنا، هو فعلا عايز يساعدهم ويطورهم.
لكن في نفس الوقت كان عنده هدف ثاني مهم جدا، كل ده في النهاية يخليه يعيش مرتاح أكتر. بمعنى آخر، الرجل بيبني مستقبل مزدهر للناس وفي نفس الوقت يبني لنفسه حياة مريحة جدا. خطة ذكية بصراحة، قرر أنه يدربهم كويس ويخليهم ناس منتجة مهما كانت الظروف، سواء في فاهيليا أو مكان تاني. كان مقتنع أنه هيحول الأرض المتجمدة دي إلى جنة حقيقية. بس استنى، اللي جاي أغرب. لما رجع البيت بالليل رمى نفسه على السرير، وساعتها حس أنها أصعب جزء من رحلته مش البرد ولا الوحوش، أصعب حاجة كانت أنه يسيب بيته وأهله لأول مرة. وفجأة سمع خبط على الباب، سمح للشخص بالدخول، ولما الباب اتفتح دخلت والدته وعينها كانت مليانة دموع. جريت عليه فورا وحضنتها بقوة. كان واضح أنها مش قادرة تتقبل فكرة سفرها، وسألتها وهي بتحاول تمسك دموعها مش ممكن نحاول نتكلم مع الملك مرة ثانية. سكت شوية لأنه كان شايف قد إيه هي متألمة، لكن بعدها طمنها بهدوء وقال أنه هيزورها باستمرار ويبعث لها هدايا كتير، فما فيش داعي للحزن من دلوقتي. في النهاية خرجت من الأوضة وهي لسه بتعيط، أما هو ففضل مبتسم ولوح لها كأن كل حاجة بخير. لكن أول ما الباب اتقفل اختفت الابتسامة شوية، لأنه كان عارف أنه مخبي عنها الحقيقة. هو لسه ما قالهاش كل تفاصيل المكان اللي رايح له، وقرر أنه يكشف كل حاجة بعد ما يجهز بيته الجديد ويضمن أن كل شيء أمان. لكن في مكان ثاني تماما الوضع كان مولع. صوت انفجار ضخم هز قاعة التدريب، وأحد الجنود يتقدم بعيدا بقوة مرعبة. كل الحراس جنده من الخوف، ما حدش كان قادر يوقف اللي بيحصل. وفي وسط الفوضى دي كان في شخص واحد بيصرخ بغضب، الأميرة كينيا، ورافضة تتقبل حاجة معينة مهما حصل. وبعد ما أسقطت أحد الجنود بصت للباقيين وقالت اللي بعده. كينيا كانت في قمة الانفعال، وكل اللي في راسها سؤال واحد: ليه أري لازم يبعد بالشكل ده؟ هي فاهمة إنه النبلاء عايزين يتحكموا فيه، وده شيء هي نفسها مش قادرة تتقبله. لكن اللي كان مضايقها أكثر من أي حاجة إنه زي أري استنى نص سنة كاملة قبل ما يقول لها، وفضلت تضرب بكل قوتها لحد ما خصمها طال وارتطم بالحيط، والظاهر انشقاق واضح في الجدار. وفي لحظة هدوء قصيرة فكرت أن أري يمكن عارف أنها مش هتقدر تغير مصيرها، عشان كده ما قالهاش من بدري. لكن الحقيقة كانت غير كده. أري ما قالش لأنه كان خايف من ردة فعلها. كينيا مسكت سيفها بقوة ونزلت راسها وقالت في نسانة مستحيل تشوفها ماشي في طريق ده لوحدها. الحراس لاحظوا فورا أن حاجة غريبة بتحصل. حالة كينيا بدأت تتغير وصارت أضخم من الطبيعي، لأن لما المشاعر تضغط بالشكل ده المرأة بدأت تتحرك بقوة وسرعة أكبر. وبعدها رفعت عينها وقالت للخصم التالي بيجي. وفي اليوم ده اتولد رسميا واحد من أصغر أساتذة السيف في تاريخ المملكة. أي حد واجهها في التدريب اترمى بعيدا، وكل اللي حصل كسبب الحقيقي غضب كينيا على أري ورفضها أن تسيبه يمشي. لكن ما فيش حد كان يعرف الحقيقة دي. وفي نفس الوقت أري رجع بذاكرته لأول حياة عاشها، وبدأ يفكر هو الإحساس ده هو نفس اللي حسيت به زمان لما قررت أدخل الجيش. الوقت عدى بسرعة بشكل غريب، من يوم ما وصلت ورقة التجنيد لحد ما بقى مجند. كل حاجة عادت كأنها طرفة عين، وده خلاه يحس بعدم الراحة، وفكر أنه يمكن الإحساس ده سببها أنه داخل على استقلاله أخيرا. عمره دلوقتي 14 سنة، وحفلة بلوغه ماشية وسط ضجة كبيرة. الناس بتيجي تهنئة واحدة ورا الثانية، بس هو ما كانش شايف فيهم أي صدق. كان نفسه يخلص من الكل بأسرع وقت. غرام كده كان بيرسم ابتسامة مزيفة ويشكرهم واحد واحد، حتى لاحظ أن عدد النبلاء في عيد ميلادها ده أكبر بكثير من عيد ميلادها الأول، وكان مستغرب جدا من الزحمة دي. وبالداخل كان بيفكر يا ريتني كنت صغير كنت أقدر أعمل نفسي نايمة خلاص. النبلاء كانوا بيقولوا اليوم ده مهم، مش بس لأنه كبر سنة، لكن لأن أري رايح قريب لميادين القتال. وبقى زهقان فعلا من كل الكلام ده، زهق من الابتسامات المصطنعة ومن التمثيل ومن كل الوجوه اللي بتحاول تبان فرحانة وهي من جواها غير كده. فكر للحظة يا ترى أستخدم قوتي وأقلب الطاولة على الكل. لكن في اللحظة دي أمه نادت عليه وهي بتشيل له من بعيد، فسحب نفسه بهدوء وقال انه لازم يفضل متزن لان امه كانت موجوده وبتراقبه. ايريل كان رابط ايده ويبص على النبلاء ببرود. في دماغه كان بيفكر بعد شهر واحد بس مش هضطر اشوف الوشوش دي تاني، اقصى حاجه اعملها معاهم اني اسيبهم عايشين. بس المفاجاه الحقيقيه كانت لسه جايه لما الملكه الكبيره دخلت وباركت له وغطت وجهها وقالت انا سمعت كل حاجه، وقالت انها مش مصدقه ان ايريل كبر فعلا وبقى خارج بالاقليم خاص به. وكمان علقت بحزن ان ليفانا اكيد متضايقه جدا من الموضوع ده، وليفانا هي أم إيريل. إيريل ابتسم في هدوء لكن وشها كان بيقول واحدة من أسوأ الغمة في المملكة جت تختبر أعصابي ولا إيه؟ ورغم كده ما فقدش هدوءه، انحنى باحترام وقال أن الموضوع مش بالشكل اللي هي متخيلة، وأضاف أنه عارف من البداية أن دوره في خدمة المملكة يجي في يوم من الأيام، ولذلك هو سعيد أن الفرصة دي وصلت بدري. لكن الكلمة دي ما عجبتهاش خالص، غطت وجهها تاني وابتسمت ابتسامة جانبية وقالت أن ده صحيح. بعدين قالت أن نجيل هيفتقده لأن مبارزته بالسيف تحسن جدا بسببه، واستدعت خادمة وقالت لها أن نجيل هيكون ممتن جدا. وبعدها قالت أنا عايزة تدي له حاجة بسيطة. إيرين مرتاح وفكر يا ترى الهدية دي إيه؟ لكن غلطان فعلا لأنه وجوده لوحده كفاية يخليه يشك. وفجأة الخادمات دخلوا وغطوه بكود طويل. الملكة قالت أن الكود ده مصنوع من فرو فاهيليا. أول ما سمع كلمة دي قال في نفسه كنت عارف أكيد هي دي السخافة اللي جاية وراها، أو من زمان كان متوقع أنها تعمل حاجة زي كده، خصوصا أن نجيل مش من النوع اللي يستخدم أخوه كورقة ضغط سياسية بشكل مباشر. لكن لما يبقى قدامه شخص عنده القدرة أنه يحرك كل النبلاء ويخليهم مدعم متمدد الإقليم، مين غيرها ممكن يكون؟
الموضوع كان واضح جدا. إيرين بس الكل وحس أن شخصيتها مستفزة بشكل لا يطاق. للحظة ظن أنها بتهزر معه وده خلاه يتعصب من جواه. إيدا بدأت ترتعش، لكن في نفس الوقت كان عارف أنه لو انفعل دلوقتي هيطلع هو الغلطان، وساعتها يعمل لنفسه مشكلة ضخمة مع المملكة كلها. عشان كده كتم غيظه ورفع ابتسامة جميلة جدا على وشه وقال أنه بالفعل تبادل تهاني مع أخوه الأكبر من زمان، وأن رغم أنهم بعيد عن بعض دلوقتي لأنهم في النهاية من نفس الدم الملكي. أضاف أنه لو أخوه احتاج أي مساعدة فهو أبو الواحد هيجي يساعده. الملكة ابتسمت وقالت أنه إنسان لطيف، وإيرين رد عليها بابتسامة أبرد من الثلج. أنت اللي بتغلبيني بكلامك الجميل. والاثنين فضلوا يبتسموا ويمثلوا أن كل حاجة طبيعية، لكن الحقيقة كل واحد فيهم كان شايف تاني بشكل مختلف تماما. إيرين فكر أنا أقدر أفسر راسها عن جسمها في ثانية، وأي حديقة في وجهي أيتدفن معها، لكن كان عارف أنه ما ينفعش يعمل كده. ودعا في نفسه أن اليوم اللي يضطر يتكلم فيه معها بصدق ما يجيش أبدا، لأنه لو جاء هيتصرف من غير أي تردد. بعد اتجه ناحية البلكونة. بابا بعد ما تركع عليها قال في سر أن الحفلة المملة دي أخيرا تخلص، لكن فجأة وقف مكانه وحس أنه ناسي حاجة مهمة. دب بسرعة ولقى الأميرة كينيا واقفة قدامه جاهزة ومتوترة في نفس الوقت. إيرين فكر أنه كانت مستني منها حاجة من بدري، كان ناسي يتكلم معها، وقال لنفسه أنه لازم يعتذر لها قبل ما يروح لإقليمها الجديد. لكن في اللحظة دي بالذات لاحظ حاجة غريبة جدا في وجهها. هي قالت كل حاجة تمام، لكن ملامحها كانت بتقول أنا متضايقة فعلا، وده خلاه يتوتر وفكر هي مالها. وفجأة حس أن كينيا أخذت قرار كبير جدا في اللحظة دي، وبعدين لفت وسابتها وابتدت تجري. إيرين جمد لأنه حس أن في حاجة مش طبيعية خالص، وبداخلها كان في إحساس واضح زي إحساس حد اتخذ أخطر قرار في حياته. وأول فكرة جت في دماغها كانت كينيا أكيد ناوية تعمل مصيبة كبيرة. وهو ماشي بسرعة ناحية والده في اللحظة اللي الملك كان واقف فيها ماسك كاس النبيذ. كينيا نادتها فجأة. الملك تفاجأ ولف ناحيتها وقال لها أنه مش فاهم هي عايزة تقول إيه، وأن الوقت مش مناسب خالص، الأفضل يتكلموا بعدين. لكن كينيا كانت حاسمة جدا وقالت له بصوت ثابت لا أنا هتكلم معك دلوقتي. وبصت في عينه وقالت بعد شهر واحد أنا هروح مع إيرين. القاعة كلها تجمد. نبلا بصوا لها بصدمة لأن الجملة دي نزلت عليهم زي القنبلة. أما إيرين اللي كان واقف في البلكونة ففضل ساكت تماما وقال في نفسه دي مش قنبلة، دي حرب كاملة انفجرت دلوقتي. وما كانش فاهم هي بتعمل كده ليه ولا ليه اختارت اللحظة دي بالذات. بس ناحية والدتها واستغرب جدا انها مش بتحاول توقفها، لكن اول ما شاف وجهها فهم. الملكة نفسها كانت عارفة انها ما تقدرش توقف كينيا حتى لو حاولت. الملك بدا يغضب والهالة حولها بدأت تبقى كثيفة جدا وطاقتها بقت ثقيلة لدرجة ان اللي في القاعة كلهم حسوا بالخطر. وقال لكينيا الموضوع ده زاد عن حده، وبعدين سألها بحدة انت قصدك ايه لما تقولي انك تروحي وراه؟ إيري كان بيتابع من بعيد وفكر ان الملك لو ضغط عليها زيادة كينيا هتفضل اقوى بدل ما تتراجع، لكن في نفس الوقت كان فضوله يزيد. هو عايز يعرف ليه هي مصرة بالشكل ده. في الوقت ده كينيا بسط ثيابها وقال بصوت عالي بدي يصير فارسة إيريل. الملك رد عليها وقال ان الكلام ده مستحيل، وان حتى لو كينيا تعلمت مبارزة فده ما يكفيش، لان كينيا ما سكتتش وصرخت لا انا اقدر. بكل ثقة قالت أنها وصلت بالفعل لمستوى مبارز السيف من فترة قصيرة. النبلاء اللي كانوا واقفين انصدموا لأن الكلام ده كان حقيقي، وإيرين نفسها انبهر لأنه عارف أنها ما تكذبش. أما الملك فهز رأسه وقال أنه صعب يصدق أن كينيا عندها 16 سنة بس ووصلت للمستوى ده في السن ده. ده حصل مرة واحدة فقط في تاريخ المملكة، والشخص الوحيد اللي عملها قبلها كان الملك الراحل نفسه مؤسس المملكة. الكلام ده زود غضب كينيا فشدت سيف واحد من الحراس وقالت لو حضرتك مش مصدق هوريك من نفسي. وبدأت تركز. الهالة بدأت تتجمع في السيف وبعدها انتشرت في جسمها كله بشكل مرعب. الضوء بقى قوي جدا لدرجة أن الناس كتير ما قدروش حتى يبصوا ناحيتها وحسوا أن الطاقة بتاعتها بتعلى بشكل غير طبيعي. وبعدين كينيا صرخت وهجمت وفي لحظة واحدة وبضربة واحدة، بس الضربة دي كانت قوية بشكل يخوف. الضوء قاطع القاعة كلها ومر فوق الكعكة وترابيزة وكل حاجة قدامها، وكأنها بتشقق المكان بالنور نفسه. إيريل صدم لأنه ما كانش فاهم إزاي كينيا عندها قوة دي كلها. أما النبلاء ففضلوا مبهورين وبدأوا يتهمسوا دي فعلا بقت ماستر سولجر مان، دي مش مجرد أميرة، دي قوتها غير طبيعية. وبدأوا يهنئوها على إنجازاتها، لكن كينيا ما وقفتش، رجعت بصت لأبوها وقالت أنا بقالها فترة طويلة بتفكر في الموضوع ده. وبعدين انحنت وقالت بكل وضوح إيريل أخذ حقها في الإقليم بتاعه وهيسيب القصر قريب، وكمان هو هيتجوز وحدة أصلا ما يعرفهاش. ثم رفعت رأسها وقالت لو ده مصير الناس في العيلة الملكية أنا أفضل اختيار طريقي بنفسي وأبقى فارسة. إيريل كان سامحها بس ما قالش أي حاجة، في الحقيقة كان بيعيط من جواه من الفرحة وقال في نفسه أنا عايز أصفق لها دلوقتي، بس هيطلع شكلي مش محترم، لأنه حس في اللحظة دي أنا بتخلى عن دور الأميرة قدام كل الأرستقراطيين الموجودين، حتى لو الناس بعد كده هتقول أن الكلام ده مجرد تمرد، العواقب اللي جاية مش هتكون هزار. الكل بدأ يتهامس ويتكلم. أما كينيا فلسه كانت منحنية قدام الملك، لكن على وجهها كان في تعبير غريب جدا. إيريل بقى يفكر هي اختارت المكان ده عمدا ولا كانت عارفة أن اللحظة دي لازم تحصل هنا. إيريل حط إيد على دماغها وقال في نفسه من العبقري اللي علمها تعمل كل ده. وسكت لحظة وفجأة افتكر الحقيقة. استنى، ده أنا هو بنفسه اللي درب كينيا ووصلها للمستوى ده، لكن ما كانش عنده وقت يلوم نفسه، لازم يوقف اللي بيحصل قبل ما الدنيا تولع أكتر. أول ما فتح بقها عشان يتكلم كينيا قاطعتها وبصت للملك وقالت لو اللي شفته لسه مش كفاية أقدر أثبت لك أكتر. وبعدين رفعت سيفها وحطتها قدام صدرها
ومشت بخطوات هادية. ركعت على ركبتها قدام إيرين. القاعة كلها سكتت، حتى النفس بقى مسموع. بصوت مليان إصرار قالت: أقسم أن السيف اللي تدربت بيه والسيف اللي هكمل تدرب بيه في المستقبل هيكونوا مكرسين ليك، وأقسم أني هفضل واقفة جنبك، وأي عقبة تقف في طريقك هقطعها بسيفي. إيرين فضل باصص لها من غير ما ينطق. بعدها سابت السيف ومسكت إيده. قالت: أنا الأميرة كينيا أريسيا، من النهاردة أقسم أني هبقى فارستك. وده كان قسم فرسان حقيقي بكل معنى كلمة. إيرين تأثر بإصرارها، لكن في نفس الوقت كان عقلها شغال بسرعة، لأن القسم ده من الناحية الرسمية في مشاكل كتير. كينيا أصلا أميرة وما عندهاش لقب فارس رسمي، وفوق ده كله هو أصلا ما وافقش. لكن المشكلة الحقيقية ما كانش دي، المشكلة أن كل النبلاء كانوا واقفين بيتفرجوا، وإقامة قسم بالشكل ده خصوصا من شخص وصل لماستر الهالة ما ينفعش حد يتجاهله. في اللحظة دي القسم بقى واقع رسمي سواء عجبهم أو لا. إيرين مسك دماغها وقال في نفسه يعني كل ده كان جزء من خطتها من البداية. أما كينيا فكانت لسه راجعة قدامها، لكن جواها كانت عارفة أنها مش بتعمل ده علشانها بس، هي كمان كانت بتختار طريق في حياتها بنفسها. وهنا إيرين بص على وشوش الموجودين لأول مرة، حس أن المنظر يستحق يتشاف. الملك واقف مصدوم، والدتها قاعدة على الأرض من شدة الصدمة، أما العمة الشريرة ووشها كان متعكر بشكل يجيب الضحك. إيرين قال في نفسه: أنا كنت فاكر أني خلصت من الست دي، طلعت لسه البداية. ولو الموقف غير كده كان ضحك عليها من قلبه، لكن للأسف هو نفسه كان على وشك يعيط من اللي بيحصل. وبعدين افتكر حاجة من أول عيد ميلادي وهو لسه عنده سنة، ولا عيد ميلاد واحد عدى بشكل طبيعي. وقال في نفسه: خلاص من النهارده مفيش حفلات عيد ميلاد تاني. وبعد شوية لخبطة الوقت عدى، وكل واحد بدا يجهز نفسه علشان يسافر. إيرين شال شنطته وعرف أن لحظة الوداع وصلت. أمها قربت منه وبصت له بحنان وقالت: الوقت جرى بسرعة، حاسة أنك تولدت امبارح وفجأة بقيت كبير وهتسيب البيت. إيرين ابتسم علشان يطمنها وقال لها: هجيلك باستمرار، مش هخليكي تقلقي. لكنها هزت رأسها وقالت أنها لسه قلقة جدا. وقالت حتى المربية القديمة كانت دائما مستغربة لأنه وهو صغير عمره ما كان بيعيط كتير، ومع ذلك كبر بشكل ممتاز. الكلام ده صدم إيرين. أنا كنت فاكر أن قلة العياط هتخليني طفل مثالي، واضح أن لسه قدامي حاجات كثيرة أتعلمها. أمها بصت لها بجدية ومسكت إيده. قالت: جسمك ضعيف، ولو تعبت أو مريت اطلب المساعدة فورا. وقال أنه عارف ده كويس، وحاول يطمنها مرة ثانية. وبعدين بدأ يتكلم عن الإقليم اللي رايح له، لكنها قاطعتها فورا. قالت له: أنا عارفة أنت رايح فين. إيرين جمد مكانه لأن الموضوع ده كان المفروض يفضل سر. أمها بصت لها وقالت: هو في ممكن ما تعرف ابنها رايح فين؟ إيرين خجل وحكى رأسه وهو يبتسم وقال في نفسه: أنا أعيش أكثر من حياة، بعتبر نفسي محترف، لكن قدام أمي ماليش أي حول ولا قوة. قربت منه وحضنتها بكل حب وقالت: مهما رحت فين أنا واثقة هتكون شخص طيب وتتصرف صح. الكلمات دي خلت إيرين يسكت تماما، ما عرفش يرد. حضنتها بقوة وكملت: علشان كده أنا مش هقلق عليك تاني، بس اوعدني خليك دايما محافظ على نفسك لأني بحبك جدا كده. أول ما سمع الجملة دي عينيه بدأت تلمع، وقفل عيني عشان يمسك نفسه. بصوت هادي قال: هكون بخير، وأنت كمان خلي بالك من صحتك. وهنا فهم أن الاستقلال مش معناه بس أنك تعيش لوحدك، لكن كمان أنك تسيب الناس اللي بتحبها، وده كان أصعب بكثير مما كان متخيل. وبعد وداع مؤثر بدأ رحلته الجديدة إلى أقصى شمال المملكة، أراضي فاهيليا، مكان مغطى بالثلوج طول السنة وتحت الجبال مباشرة. أول ما العربية قربت حاول يبص من الشباك، لكن الهواء كان عنيف جدا لدرجة أنه بالكاد قادر يشوف أي حاجة. وقال في نفسه: أنا رايح للمكان اللي بيقولوا ما حدش رجع منه. وبدأ يفكر إزاي هيزرع في أراضي متجمدة لدرجة أن المعدات نفسها ممكن تتكسر. واضح أن النبلاء كانوا متأكدين أنه هيموت هناك، لكن بدل ما ييأس فتح الشباك وطلع رأسه وهو بيزعق. وقال في نفسه: استنوا بس، حتى لو رميتوني في بركان مليان حمم أحاول الجنة أعيش فيها. وقفل الشباك تاني. كينيا بصت له وقالت: خلصت استعارات؟ اقفل الشباك بقى. قفل الشباك فعلا، وافتكر ان الفلوس اللي دفعها في ادوات تدفئه سحريه كانت احسن استثمار عمله. العربيه من جوا دافيه جدا حتى لو كان المطر يلبس المعتقلين مش طايقه. كينيا قالت له: الدنيا دافيه اهو، بطل شكوى. وبعدين سألته: كل ده كلفة كام؟ ولحد اللحظة دي كان مش متأكد إذا كانت طبيعية فعلا ولا لا، لأن وسط الجو المتجمد ده لابسة نفس اللبس الخفيف بتاع الصيف. فاستخدم قدراتها وبس على تدفق المعنى عندها. وهنا اكتشف السر، هي كانت بتستخدم المعنى كعازل حراري حوالين جسمها. إيرين اتفاجأ وقال في نفسه: أنا عمري ما قدرت موهبتها بالشكل ده، واضح أنها بتعمل الحركات دي بفطرة. تنهد وهو ابتسم وقال: أختي موهوبة بشكل مرعب. لكن كينيا استغربت وسألت: هو ده مش طبيعي؟ أي حد يقدر يعمل كده صح؟ إيرين بص لها وقال: راح يقول لي الكلام ده للحارسين اللي برا، غالبا هيقعدوا يعيطوا. وبعد ما خلص هزار غير الموضوع وسألها بجدية: أنت متأكدة أنك مش هتندمي أنك جيتي معايا؟ هي فهمت السؤال بطريقة ثانية، ضايقت وقالت: وجودي معك ضايقك؟ لف وشها بسرعة وقال: لا مش قصدي كده. لكن قبل ما يكمل مسكت وشها من خديه. اضطر يوضح: أنا بس كنت متأكد أن القرار ده مناسب ليكي أنت. حقيقة أن الملك وإيرين الاثنين حاولوا يغيروا رأيها، لكن بعد ما أعلنت نفسها فارسة متدربة لديه قعدت يوم كامل تحط الخطط وتقنع الكل. ورغم كل محاولة منعها ما حدش قادر يغير رأيها لأنها كانت مصممة تروح معاه مهما حصل. قربت منها وقالت بثقة: أنا عمري ما أندم. استغرب وسألها: أنت جادة؟ هزت رأسها وقالت: أنا شايفة دي فرصة كبيرة. استغرب أكثر وقال: فرصة؟ إزاي فرصة؟ كينيا أزلت رأسها بهدوء
وقالت أنها لو فضلت في القصر كان زمانها تخطبت لشخص غالبا ما تعرفوش، عشان كده اختارت أنها تمشي في الطريق اللي هي عايزاه بنفسها. وقتها إيرين فاهم كل حاجة واكتشف أنهم شبه بعض أكثر مما كان متخيل. الاثنين بيكرهوا القيود، بيحبوا يحددوا مصيرهم بأيديهم. ولما سألها كانت هتتجوز مين، قالت بكل هدوء ولا أعرف. أنا رفضت قبل حتى ما أعرف اسمها. فضل يبص لها شوية، فكر أن أي نبي كان هيتورط معها. ربنا يكون في عون زوجها. وبعد ساعات من السفر وصل أخيرا لأرضها الجديدة. كان معه 1000 جندي و200 من السكان الجدد، وكان مال كيميائيين وكل اللي هي يحتاجه. ابتسم ويبص للمكان وقال يلا حان وقت بناء الإمبراطورية. هنا يا جماعة سنتوقف. لو تريد جزء كامل أخبرني في التعليقات، سأكون ممتن إذا تركت تعليقا جميل ولايك للفيديو بالتأكيد. وهذا كل شيء، نراكم في الفيديو الجاي.